الآن مثلا أنا أكو كتاب حلو اسمه كل الحلول عند آل الرسول. العنوان أعجبني، جميل. أنا ما قارئ الكتاب مضمونا، لكن م. أنا أعيش المضمون لهذا الكتاب. ليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام لم يتركوا شيء لم يبينه. نعم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول هذه القضية: الرد إلى الله إلى محكم القرآن، والرد إلى الرسول إلى السنة الجامعة الغير مفرقة. نعم. السنة الجامعة الغير مفرقة مثل إيش؟ يعني المتواترة؟ يعني مثلا جاء سنة جامعة، مش شرط متواترة. اكو احاديث احاد، بس انت عندك صحيحة وانا عندي صحيحة. نعم. مش يقولون متفق عليه، يقصدون بين نعم. البخاري ومسلم. صحيح. هسه الان خلينا نقول متفق عليه يعني بين السنة والشيعة. نعم. انا اؤمن بالحديث، انت تؤمن بالحديث. تبقى ايش؟ تبقى دلالات بعض الاحاديث، الدلالة نعم. لبعض الاحاديث. نرجع الى مرجعيات، شنو؟ مرجعيات لا يمكن ان يختلف فيها. مثلا انا اضرب لك مثال. الان انت عندك حديث الغدير، انا عندي حديث الغدير. نعم. ما في احد ينكر ان حديث الغدير حديث صحيح. صحيح. فانت تقول انا اؤمن بولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، انا اقول لك انا اؤمن بولايه علي، ولكن تقول لي يا ابو يوسف انا اختلف معك في معنى الولايه. صح. نقول لك اوكي، احسنت، تعال نطبق نفس الايه. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل نطق الشيء في معنى الولاية والقرآن الكريم؟ نعم. سوف نبحث في هذا المجال، سوف نجد أن هنالك ولاية خاصة، ولاية ولاية عامة. صح. عامة، وولاية للمسلمين على بعضهم البعض، وولاية لله ورسوله على المسلمين. صح. فأي الولاية قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام؟ أي ولاية من هذه الثلاث؟ هل هي الولاية التي لنا على بعضنا البعض، أم الولاية التي له هو علينا؟ ها؟ أما يقوله بعض الأخوة محبة ونصرة، اللي هي يعني مجرد جزء من 20 جزء من معنى هذه الكلمة، يعني بدون سياق أو شيء، محبة ونصرة. فكيف أنا الآن أنا وياك إذا اختلفنا في هذا المعنى، أنت ماذا تقول؟ كيف أنا أستطيع أن أجزم بمعنى هذا الحديث عند التنازع في دلالته؟ احنا يوجد عندنا فهم الدلالة على فهم دلالة هذا الحديث على أسباب قوله للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك الكلام؟ فعندنا قصة لهذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة بسبب بريد الأسلمي وكذا. تقصد حديث تمسكوا بكتاب الله وعترتي ولا من كنت وليه؟ لا لا لا، مو من كنت وليه، من كنت وليهم حديث لفظ آخر. الثقلين. حديث آه الثقلين والغدير الذي قيل في غدير خم، آه وليس آه حديث من كنت فهمت عليك. وليه الذي يروى أنه لعله في مكة أو في آه المدينة أو كذا. آه 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 أي نعم. أي نفهم من حيث الرعاية والحقوق والمحبة ومناصرتهم وهكذا يعني. يعني ممتاز، آه أحسن. الآن طيب أنا كيف كيف الآن اختلفت معك؟ أنا أقول لا، نعم. المعنى هو الولاية المطلقة كما نعم. للرسول. نعم. مرجعيتنا إيش تكون؟ لازم تكون هي الرسول صلى الله نعم. عليه وسلم. نعم. الرسول قال ألست بأولى من كل مؤمن من نفسه؟ نعم. إيه. قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه، أو من كنت وليه فعلي وليه. أكو لفظين للحديث في في تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الروايات الكثيرة. طيب الرسول يبين لي هنا أنه القرينة المتصلة في داخل النص هي ألست أولى بكل مؤمن من نفسه. نعم. كيف أنا فقط أقول رعاية الحقوق والمحبة والنصر؟ نعم. إيه مو ذكرت لك هنا كيف فهمنا الولاية على ما حدث مع علي. ما الذي دعا النبي أن يقول هذا الكلام؟
الذي دعا النبي كره بريدة لعلي. فإذا فهمنا عندما سمع النبي أو عرف أن بريدة كره عليا وكان يكرهه وقال بعد الحديث والله أنه أصبحت أحبه هكذا، فإذا النبي قصد بهذا الحديث المحبة، من حيث مثل الآية لما نفهم الآية بسبب النزول، لما نعرف سبب النزول نفهم الآية، كذلك في الحديث هذا طيب لما عرفنا أصل المسألة. نعم. بالمناسبة يعني بعض العلماء والباحثين يضعفون هذا الحديث. أنا أعتقد حسن فرحان المالكي قال هذا الحديث مال بريدة تمسك به ابن تيمية هو حديث ضعيف. نعم. لكن أنا مستعد أن أسلم أن سبب قول النبي هو حديث بريدة، لكن شوف ما الذي سيحصل الآن. نعم. أنت قلت الذي دعا النبي لهذا الكلام هو كره بريدة، أنا نعم. أقول لا، الذي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقول هذا الكلام هو سبب كره بريدة. إيه. ما هو نعم. السبب؟ إيه إنه بغضهم لا لا لا، لعلي. قبل البغض. سبب سبب. البغض نعم. سبب بغض بريدة أن عليا كان تولى وتصرف في أمورهم، في أمور يعتبرونها لهم فيها من حق، حقهم أو هكذا. نعم. أولوية التصرف في الأمور. فالنبي جميل. قال لهم تصرف علي عليه السلام مثل تصرفي. جميل. هذا جميل. هذا في الحديث، لكن كثير يغفلونه. نعم. يقول لك محبة ليش؟ لأن بريدة كان يبغضه. لا، لكن أنت تعال ارجع، لماذا أبغضه بريدة؟ بريدة أبغضه لأن عليا تصرف في الغنائم وفي هذه الأمور. صحيح. طيب جميل. هنا يوجد إشكال أو استشكال، يعني حتى نفهم المراد. النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث مع بريدة ما حدث ومع علي ما سلف، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. جميل. بعد ما انتهى من هذا الحديث يوجد عندنا بعض الأحاديث أن الصحابة قالوا كلام عن المحبة عن علي، مثل سيدنا عمر لما قال بخن بخن، ولما قول بريدة أنه صرت أحبه وكنت قبل اليوم ما أحبه. يوجد أحاديث كثيرة، هذا ما يدلل عندكم أنه محبة؟ شوف أنت الآن تتكلم على حديثين منفصلين. حديث بريدة الذي هو حتى يدل على الأولوية بالتصرف، من كنت ولي فعلي لا، ولي. قول بريدة بعد الحديث، أي بعد ما قال النبي الكلام. ولكن قول بريدة مع أنه حديث من طرف واحد، يعني هو حديث عندكم، إحنا ما يوجد عندنا هذه الحادثة مذكورة. لكن أنا عندي حكم النبي حسب ماذا؟ حسب النص. قول بريدة ليس بحجة، هو قبل ثانيتين كان ناصبي يكره علي، فماذا؟ فقال له بالصحبة. شوف بريدة، هنالك نص في الطبراني قال له بالصحبة يا رسول الله. بالصحبة يا رسول الله. إيه إذا صار عندك صوت عادي اكتب شوي، ما في مشكلة. العفو. قال له بالصحبة يا رسول الله لما مددت يدك إلي أبايعك على الإسلام جديدا. نعم. تعرف شو هذا شيء عظيم. يعني بريدة بايع الرسول على الإسلام من جديد، لأنه ظن أن الإنكار على أمير المؤمنين بحيث يصل إلى البغض هذا أخرجه من الإسلام، لأن النبي قال أنه الإنكار على علي عليه السلام إنكار علي، وبالتالي بغض علي بغضي. نعم. فبايعه على الإسلام جديدا. فالمحبة هنا مولانا يعني التسليم المطلق لرسول الله. ما من أحب إلي من علي، يعني خلاص أنا الآن صار علي عليه السلام مثل رسول الله بالنسبة لي. نعم. بعد ما أناقشه. وعمر أنا أعطيك دليل. نعم. عمر ما كان يحب علي قبل واقعة الغدير. طبعا قول عمر هو في حادثة الغدير وليس في حادثة بريدة. حادثة الغدير التي سببها
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن نعم لم تفعل فما بلغت رسالته. الآن قول عمر ما كان يحب الإمام علي قبل ذلك؟ نعم يحبه. طيب ليش شو وظيفة، يعني شو مناسبة قوله هنا؟ هو الحديث كامل شو قال له؟ بخن إيش؟ أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن. إيه مولاي إيه. هذا الحديث ما يفهم منه إنه بخن إنه بمعنى قبل أنا كنت أحبك حب كمؤمن أو مؤمنين بين بعض، الآن بنص من رسول الله واجب محبتك، لأنه ليش؟ لا، لحظة. مم. كيف يحبه بنص من رسول الله فقط؟ ما قبل هذا نص من الله، المودة في القربى، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا بعده المؤمنون أنا كنت بعضهم أقول لك هذا أولياء. المنافق، الحديث منافق فإجا طيب دليل. نازلة آية المؤمنون بعضهم أولياء بعض. إيه جميل، المؤمنين أولياء بعض تمام، فكان عمر يتولاه من حيث المؤمنين ككل. أما الآن صار في نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام انه الولايه لعلي بن ابي طالب من حيث المحبه، ما يصير احد يكرهه، والدلاله على ذلك لا حديث انه لا يبغضه الا منافق ولا لا، يحبه الا هذا مؤمن. متقدم على هذه الحادثة. اي أنت الآن جعلت قول عمر مولاي أي محبة، نعم ولكن تركت القرينة التي رسول الله جعلها. رسول الله جعل قرينة، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، بعدين فرع على هذه القرينة وبنى عليها. نعم فمن كنت مولاه، أي نعم فمن كنت أولى به من نفسه. نعم. الآن أسألك يا أخي أبو جبل، إيش معنى ولاية الرسول علي؟ الآن أنا أقول الرسول مولاي، إيش معنى هذا؟ نعم. الرسول مولاي اذا تقولها تفهم بكل المعاني، المحبه والنصره والخليفه والكذا. أحسنت أحسنت. أنا لما أقول الرسول مولاي أعني أي أنه هو كل شيء بالنسبة لي أولى بي من نفسي. نعم النبي ما تركنا هكذا، النبي قال ووضع لنا قرينة واضحة بآية قرآنية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال نعم ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه مم. فعلي علي المولى، يعني المولى. فمن كنت أولى به من نفسه يعني علي أولى به من نفسه. ولهذا أنا راح أعطيك قرينة بعد، قرائن أخرى. نعم عمر قوله أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن، عمر ما يتكلم محبة وكذا وإلى آخره، لا. نعم عمر لما النبي جعل شو اسمه هذا الصحابي الصغير، جعله قائد على الجيش، أسامة، اسامه بن زيد إيه. قال لما مات قال كان عمر يقول له السلام عليك يا أمير بعد موت النبي وفي نعم خلافة عمر. قال كيف أنت تقول لي أمير وأنت الخليفة؟ نعم قال مات رسول الله وأنت علي أمير. نعم عمر يتكلم من حيث المعاني الحقيقية، ولهذا شوف راح أعطيك قرينة ثانية من قول عمر نفسه. نعم قال عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: مات رسول الله وكان أبو بكر وليه، فقال لا نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كذا كذا كذا، ومات أبو بكر وكنت أنا وليه وولي رسول الله. هنا إيش تمام. صارت معنى الولي؟ هذا بحديث صحيح البخاري صحيح البخاري ومسلم لما قال له ايش، ومصنف فمات عبد ابو الرزاق. بكر فكنت انا ما وليه وولي رسول الله. وولي رسول الله، فكنت وليه وولي رسول الله. شو يقصد بولي رسول الله؟ خليفة رسول الله. ولي ابو بكر شو يقصد فيها؟ خليفة أبو بكر هو خليفة رسول الله، هم يقولون خليفة رسول الله. طيب جميل، خلينا نسلم تسليم بحيث أنا الأس لا نعم. بدون التسليم، أنت قل لي شو لا قصد عمر بولي. آه لا أقول لك خلينا نسلم تسليم بحيث السؤال اللي راح يخلي إنه هذا التسليم تسليم بحيث بمعنى الخلافة أم غيره. ما هو تسليم سؤالي، يعني إنه نسأل سؤال مشان نعرف إيش نسلم للمعنى اللي ذكرته أنت ولا لا. فهمت علي؟ نعم. إنه مثلا نعم جميل. يعني هي عدة أمور تمام.
إنه نأخذها مع بعض كمفاهيم، مثلا إنه هل نسلم للمعنى اللي أنت ذكرته، ولا لازم بدنا نروح على يعني نبحث عن معاني أخرى حتى تضبط بمعنى الولي. مثلا إذا كانت ولي يعني خليفة، تمام، النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. طيب إنه هنا النبي يعلم أو الله سبحانه وتعالى إنه رح يجوا أناس ويفهمون إنه معنى ولي هي محبة وكذا إلى آخره، وإنه هكذا الأمة رح تتشتت. ليش ما قال مثلا خليفة جزم بها، مثلا إنه هذا حديث مثلا لا بغدير خم، لا وجزم بها أخي، وقطع الحق باليقين كما يقال. لأن خليفة معنى ناقص أخي. مم. نعم. خليفة معنى ناقص. الآن لو أنه، أسألك سؤال، نعم. لو أن الله سبحانه وتعالى قال يا محمد إنا جعلناك خليفة، نعم. ولم يقل أنك رسول الله وأنك نبي الله وأنك أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا المعنى يعطي شمولية الولاية أو يعطي بس معنى الخلافة؟ يعطي معنى الخلافة. أحسنت. إحنا الشيعة ما نريد معنى الخلافة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد معنى الخلافة، لأن الولاية تشمل الخلافة، فالنبي كان يريد الولاية المطلقة، الولاية الدينية والدنيوية. أعطيني آية فيها ولاية للنبي. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أكمل آية. وأزواجه أمهاتهم. أولى تعرف بالمؤمنين من أنفسهم. إيه، تعرف أولى. ليش قال؟ إيه. تعرف نعم. ليش قال هذا؟ نعم. لأن واحد قال احنا لو مات محمد يمنعنا أن ننكح بنات عمنا ما أعرف شنو، لأن طلحة. مات محمد لننكحن مم. نساءه. قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أولى بك من أي شيء. ما أنت مو بكيفك، لأن بنت عمك، لأن بنت خالك، لأن ما أعرف شو، لأن زوجتك. النبي يستطيع أن يطلق رجل من زوجته؟ إيه، النبي يستطيع. لأنه أولى بالمؤمنين من من أنفسهم. أنفسهم. فولاية مطلقة. فإحنا لا نبحث. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للأمة أن هنالك من يقوم مقامه. وبالمناسبة أنت ذكرت كلش يعني حديث حلو، شو هو؟ خذوا عني مناسككم، صح؟ نعم. إيه صح. هل تعرف أن الصحابة في صحيح البخاري كانوا يرجعون لعلي عليه السلام ليأخذون مناسكهم؟ المناسك، لأنه علي يعني عنده صاحب علم، يعني مو إنه بس عالم. صاحب علم، لا مو بس صاحب علم، كان عنده صحيفة من رسول الله فيها كل السنة، كان يحملها معه. وكان الصحابة إذا احتاجوا شيء مذكورة في صحيح البخاري، الصحيفة التي في قراب السيف. نعم. ها جميل. واقرأ شرح ابن حجر عن هذه الصحيفة، جدا يقول نعم. إيه، فيها لا كل شيء. أعرف صحيفته، بس ولكن انه سيدنا علي لانه لازم النبي عليه الصلاه والسلام كثير، فاخذ عنه كثير وكان يكتب عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب هنا في نقطه جميل، هاي مساله الخليفه، انه الله كان قال للنبي عليه الصلاه والسلام انه خليفه وهكذا. طيب الولايه مو لها معاني كثيره، لهذا السبب انه النبي اذا اعطى انه من كنت وليه فعلي وليه، راح تأتي بمعاني كثيرة. يعني هنا معناها يا راح نقول كل المعاني لعلي تصير الخليفة والمحب والناصر إلى آخره، أو بدنا نستشكل استشكالات أخرى. سيدنا علي لما صار إشكال بالسقيفة والصحابة كلهم مثلا بايعوا أبو بكر واختلفوا، أنه أنا أحيانا أتجرد من مذهبي، مثلا أقول أنه أتجرد من كل المذاهب وأتفكر تاريخيا انه الصحابه اللي اختلفوا داعي يتناقشوا جو الانصار والمهاجرين ولاصت بيناتهم وكذا وخلاف كبير، هذا الحديث وين موقعه من الاعراب؟ عند الصحابه اللي بايعوا ابو بكر، عند علي نفسه مثلا. سيدنا علي ليش ما احتج بيه على القوم؟ قال لهم انا النبي قال لي كذا وكذا. جميل. عندنا الإمام علي عليه السلام احتج، بل احتج على أبي بكر بالغدير وكل النصوص. ارجع إلى أنصح، يعني نصيحة، مجرد الاطلاع ليس لكي تؤمن به. نعم. ارجع إلى كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، من أجل الكتب عندنا، يقول بأنه
يقول بأنه الإمام علي عليه السلام احتج على أبي بكر باحتجاج عظيم في هذه المسألة، وذكر حديث الغدير والمنزلة وكلها. في كتب السنة عندي لك مصدر سنة. إيه أعطيني. في كتب السنة أظن في تاريخ ابن الأثير وتاريخ الطبري. إيه الآن أنا من أتوقع ابن ذاكرتي الأثير إذا إيه أتوقع. إيه. مم. ليش ابن الأثير تتوقع؟ لأنه خلينا ابن نشوف الأثير والله. فيه ريح في ريح أنه شيعية. إيه لا أعتقد أيضا موجودة في الطبري. المهم، موقف الأنصار في السقيفة أو بعض الأنصار يقول: وقالت الأنصار لا نبايع إلا علي. إيه، قالوا لا نبايع إلا عليا. يا بدطونا مجال يا الأنصار، ليش لا تبايعون إلا عليا؟ فقاموا داسوا على سعد خطية. فإحنا في موجودة، شوف أنت سألت لي على معاني المحبة والنصرة. نعم قلت على معاني المحبة والنصرة أو المطلقة. نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ولايته ولاية الرسول، قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه. فأنا ليش أذهب إلى أماكن أخرى أبحث بعد أن نص النبي؟ أنت عندك مثلا، خلينا نتكلم بقضية تحقيقية، تحقيق للمعنى. إذا قال النبي أنا ألست أولى بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلى، قال: فمن كنت مولاه فعليه ولا. أنت ماذا تفهم من هذا الخطاب؟ أفهم من هذا الخطاب إذا بدنا ناخذه بدون ما نعرف اللي قبله واللي بعده، هذا الخطاب يفهم منه أشياء كثيرة. يعني إذا بدنا ناخذه اقتطاعا، ألست أولى بالمسلمين من أنفسهم أو بالمؤمنين؟ نعم، قالوا نعم. من كنت وليه فعلي وليه، يعني بمعنى اللي أنا أتولى أمره وإلى آخره، علي رح يتولى أمره. إذا أخذناه باقتطاع هكذا، يعني يدل على أنه سيدنا علي أنه بمعنى أنه مثل مقامه مثل مقام النبي فيكم، هكذا يفهم. بس ولكن هذا الاقتطاع ما رح ينفعنا بشيء إذا ما رأينا أسباب قول النبي عليه الصلاة. أقول لك أيضا، لا، نقطة ثانية، خلينا نقول الاقتطاع بدون ما نعرف الأسباب، وكذا واضح أنه النبي قصد فعلا أنه علي يتولى كل الأمور فيكم. من خلينا تقصد نسأل سؤال، بالاقتطاع مولانا محمد؟ يعني أقصد أنه إذا أخذنا هذا الحديث بدون جلب أحاديث أخرى وبدون ما نظرنا في القرآن وبدون ما ما هي نظر، حادثة بس ما هي هكذا. حادثة مستقلة. هذه حادثة مستقلة. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم أمره. طبعا ما تقدر من دون ما تنظر في القرآن، لأن القرآن يدلك على هذا: أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم عندي الله ورسوله سؤال. الذين آمنوا. لا، هي النقطة كيف، خليني أشرح لك إياها. هن سؤال بسؤالين، إنه ليش النبي انتظر حتى تجي هذه الحادثة فيقول هذا الكلام؟ ليش ما قالوا على شكل تبليغي مثلا، بلغوا تبليغ وهذا تبليغ بدون، أخي. لا، إنه جت حادثة فالنبي إنه انزعج لا بسبب هذه كذا. لا، احنا شوف، احنا ما سلمنا لك أن حادثة بريدة هي السبب طيب أنتم أبدا. عندكم، أريد أنتم بدون السنة، أنتم احنا عندكم شلون قال عندنا هذا؟ احنا عندنا نزل قول الله سبحانه وتعالى: بلغ ما انزل اليك من ربك. الله ما في امره ان حادثة يبلغ ولا بولايه علي. خلاف ولا لا كذا ولا. ابدا. هذا نص النبي عندنا من اول يوم انذر عشيرتك الاقربين بدا يبلغ بولايه اهل البيت وبوصايه علي عليه السلام من اول يوم امره الله طيب بذلك. سؤال هنا، ولاية علي اللي الله ولاه إياها، هذه الولاية أنتم عندكم إياها هي الإمام ولا منفصلة عن الإمامة؟ عشان نعرف. قلت لك الولايه هي فيها الامامه، تشمل الولاية الامامه. أوسع. الولاية هي، شوف، مثل ما الآن بينت لك، لما تقول الرسول النبي أولى بكم من أنفسكم، يعني هو إمامكم، هو رسولكم، هو وليكم، أوسع. هو فهذه أولى. جميل نعم. جميل. طيب جميل. والإمامة جزء من أجزائها نقول، أو قسم هي منها أو. الإمامة، شوف، هي الإمامة هي تعبير عن هذه عن الولاية، الولاية. كأنما مصطلح آخر. لأن إمامة الرسول الآن لما نقول الرسول هو إمام العالمين، شنو نعم. أقصد؟ إمام شنو أقصد؟ العالمين.
إيه إيه إمامهم، يعني إيه يعني وليهم وإمامهم وخليفتهم يعني ونبيهم كل وكل شيء شيء. كل شيء. فأنا جميل. لمّا أقول الإمامة للرسول وأهل البيت، طبعًا شوف بالمناسبة أخ أبو اهم. جبل، إيه. إحنا نثبت الولاية والإمامة للرسول أولًا، يعني آه. أعظم إمام خلقه الله هو الرسول صلى الله عليه وآله. إيه. جميل. وبعد وإمامة الإمام علي هي مجرد خلافة للرسول، يعني بسبب الرسول صلى الله عليه وآله، جميل. يعني طيب مو إنه الرسول ما عنده هذه الإمامة، إنه ما لا. عنده فهمت عليك، ما هو إنه كل شيء إجباري، إذا نقصت شيء عن الرسول راح ينقص عن علي لأنه هو هو بمقامه أصلًا عندكم. أصلًا هي من كنت مولاه فعلي مولاه فعلي مولى. إجباريًا إيه. تخلّيك إنه إيه. المقام الأول الأول للنبي النبي صلى الله عليه وآله. وبعدين علي. جميل. نعم. طيب فقهيا مثلا لما نجي مثلا على أصول الفقه مثل الأدلة الشرعية عندنا قرآن وسنة وإجماع وقياس مثلا، وخلينا على الأربعة هذه مثلا. والأمر الثاني كيفية الاستفادة من الأدلة، مثلا عندنا العام والخاص والمطلق ومقيد ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ ونهي وتحريم. سؤالي هنا، لما النبي أمر بهذا الأمر من كنت وليه فعلي وليه، بمعنى يعتبر أمر هنا من النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر ينقسم أقسام. تبليغ أصلًا مو بس أمر، تبليغ آه من الله، أمر جميل. الله هو بولاية أمير المؤمنين والتبليغ عليه. ينقسم أقسام، يعني أنه أقول لك نهي، آه يعني نهي كراهة، نهي تحريم، أمر للوجوب أو كذا وإلى آخره. إيه هنا لما النبي قال هذا الكلام عن علي هو أمر وجوبي عندكم إياه، مو واجب على كل مؤمن أنه يطبق ما قاله النبي، مو إذا شوف راح أجاوبك بهذه الطريقة، مرات إيه؟ الأجوبة تتخذ طرق متعددة لإيصال الفكرة. نعم. الأمر بولاية الرسول، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هاي وجوبية والّا اختيارية؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجوبية واجب على كل مسلم ومؤمن. فولاية أمير المؤمنين عليه السلام نفسها، لأنها جميل. آه إحنا نعتقد أعظم حديث بركة على الأمة في مدلولاته، في كل شيء، هو حديث الغدير أو حادثة الغدير. لأنه بالمناسبة لما نقول حديث الغدير، نحن عندنا كشيعة الحديث يتضمن قسمين، حتى عند السنة مروي بهذان القسمان، أن النبي وقف وقال إنه يوشك أن أدعى فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، ذكركم الله أهل بيتي، ذكركم الله أهل بيتي. وهذا التذكير هنا بعد أن قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، معناتها اتباع أهل البيت ضروري جدا، أهم من مجرد اتباع القرآن، جميل. لأن جميل. الخوارج ظلت باتباع القرآن فقط، وأهل صح. البيت هم الذين يبينون القرآن. ثم أخذ بيد علي فقال الله مولاي وأنا جميل. ولي كل مؤمن ومن كنت مولاه فعلي مولاه. طبعا من روى هذا من مم. كتب السنة بهذه مم. الطريقة؟ مم. رواه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار، مم. طبعة لا وما الرسالة عندنا مشكلة 5 على بالزيادة، 18. حتى ما عندي مشكلة أنا حتى بالزيادة قد تكون صحيحة، يعني من والي من والاه وعادي من عاداه وكذا. إيه النقطة اللي بدي أذكرها، إذا عندنا الأمر والنهي والإباحة والوعد والوعيد، هذا هو اللي بالقرآن، أو أنه الله دا يذكر حدث تاريخي صار أو قصة أو يبين عظمته أو عقيدة أو هكذا. إذن هذا يندرج تحت قسم الأمر. والأمر مثل لما الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلاة ويأمر بالزكاة ويأمر بالصيام والحج ويأمر عبادات، مثلا أقلها الله سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا وكذا، وعلى مسألة يغتب بعضكم بعضا. الولاية اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الإمامة، هي هنا الإشكال. أنت تفكرت شي مرة أنه ليش ما ذكرت بالقرآن الإمامة مثلا؟ ليش الله سبحانه وتعالى ما ذكر بنص صريح قاطع بحيث أنه يقطع الحق باليقين؟ هذا لا يسلم به لك أخي العزيز، هذه آه. المقولة التي يكررها السنة جميعا، جميع محاوري السنة وشيوخ السنة، الله لم يذكر الإمامة، الله لم يذكر الإمامة. طبعا أنا أرد بردود عديدة على هذا الموضوع. نعم. أولا هذا طعن بالله، لأن الله يقول
ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يقول الله لم يذكر الإمامة، شوف أنا ما علي أنه الله ذكر الإمامة تنصيصا إثباتا أو نفيا. المفروض الله سبحانه وتعالى يكون ذكرها، يقول ما في إمامة، صح لو لا؟ أو في إمامة، أو هنالك. الله سبحانه وتعالى لم يترك الإمامة، الله نص على الإمامة من أول يوم، بل من أول الخليقة قال إني جاعل في الأرض خليفة. يقول الإمام القرطبي في هذه الآية، وهذه الآية نص على أن أصل، وهذه الآية أصل المسألة الرابعة في الجزء الأول صفحة 395، يقول وهذه الآية أصل في أن هذه الآية أصلا، خلينا نتذكر، اللهم صل على محمد وآل محمد. هو مين اللي قال؟ الرابعة، القرطبي؟ الرابعة أن هذه الآية أصلا في أنه، خليني بس أتذكر أجيب الآيباد، لأنه هذا النص مهم مهم جدا جدا في معنى هذه الآية. طبعا هذه إحدى الآيات، مو الآية الوحيدة. سأذكر لك بمرور عابر يعني الموارد التي ذكرت فيها آيات تنصيص على الإمامة، سواء بذكر الإمامة أو بذكر الخلافة أو بذكر الولاية أو بالاستدلال. الآن شوف، إني جاعل في الأرض خليفة، تفسير القرطبي. الخليفة هو في الأرض هو الإنسان، حيث أن الله جعله خليفة عن الملائكة. مش مشكلة، بس إحنا يعني لا دعت كل لك الكلام. لا أنت عندك القرطبي الآن؟ إيه القرطبي إيه؟ أريد المسألة الرابعة. يقول في هذه الآية مسائل الرابعة: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال إنها، يعني الأصم، قال إنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حججهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه، أجزاءهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. هذا قول من؟ قول الأصم اللي هو باطل. لا يقول هو قال، يعني يقول لا خلاف أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، ولكن إلا ما كان من الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم، قال أي هذا. فيقول ودليلنا الآن، يرجع القرطبي يقول دليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآي. الآن ثم هو يفصل القرطبي في اختلافات المسلمين، ما قاله أهل السنة وما قالته الرافضة، ويرد على الرافضة حتى ما يقولون أبو يوسف دلس. بس هو كأكمل هنا يحكي لك عن السقيفة وكيف الصحابة اختاروا. إيه أنا ما لي دخل، أنا أقصد هذه الآية هي أصل في نصب إمام، هذا دليل على الإمامة. والآيات الأخرى إنا جعلناك خليفة، وعد أنا ما جاي أناقش القرطبي في يعني ما يعتقده أو أقول أنه ما أقول أن القرطبي قال بإمامة الشيعة، لا. أنا الآن جاي أستدل معك أن الإمامة موجودة بالقرآن، قول ردا على قول من قال شنو الإمامة الله ما ذكرها. بس هنا شوف القرطبي قبل كلامك يقول انه بمعنى انه يعمرها، انه الله جعل هذه سنه، يعني بمعنى كلام القرطبي انه هذه سنه الهيه، انه يكون في رئيس، وهذا الرئيس يعمر الارض ورئيس للجماعه ويحكمها. اذا الله جعلها سنه يعني الهيه، يعني يجب ان يكون هنالك امام يقود انا اوافقك، بس انا سؤالي هو وين انه الله بالقران انه قالها اللي هي لعلي الإمام، مثلا قالها بإبراهيم، قالها بالأنبياء اللي بعدهم. طيب إنه ذكرها الله إنه هي لعلي صراحة.
نعم، أنا وافقك بهذا التفسير كله، إنه لازم يكون في خليفة وإمام ويظبط الأمور وإلى آخره. بس إنه الاستشكال كله إنه عندك مسلمين كثير إباضية وسنة وغيرهم وهكذا، إنه شلون بده يعرفوا إنه الإمامة اللي ذكرها الله بالقرآن عن إبراهيم وغيره وكذا، وإنه كل إنسان أو الجماعات كلهم إمام، إنه لازم عليه هو يكون إمام الناس هذه كلها، لأنه جميل يحتاجون لهذا الدليل مشان جميل ما يخالفونه. جميل جميل. الآن احنا شوف هناك انت يعني والله اخواني انا اريد انبه الاخوة المستمعين، وانا متأكد الآن كلهم مستمتعين بهذا الحوار. الحوار مع الإنسان أولا الخلوق والمؤدب، وثانيا الذي يتفهمك علميا جدا جميل. يعني أنا أستمتع بهكذا حوارات، وآخذ وأعطي معاك وأنت ترد وتنقض. هذا من الأمور التي يعني نحبها جميعا في هذا البث وفي كثير من الناس. شوف أخي، احنا الكلام في الإمامة في مرحلتين. أولا تأصيل إنه أكو إمامة إلهية بغض النظر من هو الإمام. أوكي؟ نعم. أن الله سبحانه وتعالى جعل إمامة وأئمة، وهذا يسمى مفهوم منتزع. شنو يعني مفهوم منتزع؟ يعني لما يذكر الله أنه جعل أئمة يهدون بأمره، إيش معناتها؟ أو إني جاعلك للناس إمامة، يعني أكو أنا أشوف إمامة الأنبياء إلهية. الأئمة هذولا مش الأنبياء اللي مشكلة، بس يهدون. أكو إمامة إلهية بالتنصيص، صح؟ إيه طبعا إنه كل نبي وكذا يكون إمام جيد. يعني. ولما يذكر وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا عن بني إسرائيل، هذول هم الأنبياء؟ عن بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. ما قال أنبياء بني إسرائيل، من قوم موسى قال. عن قوم موسى الله يقصد بالآية. جعل شو هي الآية الآية؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينكم. هذا ما في دليل على أنه للأنبياء فقط. طيب مين الأئمة هذول اللي يهدون بأمره؟ هذه وظيفتك الآن تبحث عنها وتشوف إن احنا نقول الإمامة تكون لا في أنتم الأنبياء بفكركم. وأوصياء الأنبياء. نحن نقول في الأنبياء وأوصياء الأنبياء. مثلا موسى وصيه من؟ يوشع بن نون. إيه مو شرط يكون نبي. جميل. الإمام الذي يؤتم في خير أو شر وريدك جعلنا منهم أئمة. خلينا نشوف كلام الطبري أو القرطبي. قاد وقدوة يقتدى بهم في دينهم. والكوفيون وهو لحن عندهم أن الأصل أئمة. هذا وإن من هذا وإن من يهدون لديننا، أي لأمرنا أن يهدون الناس لديننا. يعني يهدون الناس لديننا. أي نعم. المراد الأنبياء عليهم السلام، يعني السنة قالوا. لا وقتادة قال الفقهاء والعلماء. ودقيقة في قولين عند نقلهم القرطبي، قول إنه هم الأنبياء يهدون الناس للدين، وقول قتادة قال الفقهاء والعلماء اللي يهدون الناس أيضا للدين والنهي والأمر. أحسنت. إذا فيها أقوال. والآية بنفسها لا تقول أنها مخصصة في الأنبياء نعم. والرسل. نعم. جيد. هذه واحدة. أكمل. الآن إحنا لو أتينا لكل القرآن بطوله وعرضه. شوف أخي أبو جبل، الإمامة، نص كلمة إمامة، مصطلح إمامة، خلينا نقول مصطلح المتكلمين وعلماء المسلمين أنها الإمامة، أو يسمونها عندكم الإمامة العظمى. أوكي. التي قالوا عنها هي نيابة عن رسول الله في شؤون الدين والدنيا. صح؟ صحيح. هذا يسمى مفهوم منتزع. إيش يعني مفهوم منتزع؟ يعني أنهم انتزعوا هذا المفهوم من مجموعة آيات. جميل. الآية الأولى التي قلت لك قول القرطبي الرابعة. نعم. أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع إلى آخر كلامه الذي قرأناه، والحمد لله لم ندلس فيه. احنا ما نقول أن القرطبي يقول بإمامة الشيعة، إنما نتكلم عن الإمامة العامة. نعم. صحيح. أوكي. الثانية هو استدل بها يا داود إنا جعلناك خليفة. نعم. الثالثة وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذه في أمة محمد. سؤال هنا، هاي على وعد الله، هاي تعتبرونها دليل على الإمامة؟ هذه نعم، الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا أعطيك دليل حتى في كتب السنة لا جميل، يقول. لا أنا موافقك إنه معتبرها، لا موافقك لا، عشان بدي أسأل سؤال فيها. اي نعم. الاستخلاف هنا اخي العزيز، انا اعلم سؤالك انه ليش ما حكموا. الاستخلاف هنا مش الحكم. لكن الخلافة الإلهية الشرعية التي قد يكون طيب فيها النبي مستضعف أو المستخلف مستضعف وهو الخليفة الحق. مو فيها الآية يمكنهم؟ شو هي الآية؟ وعد الله الذين يمكنن لهم دينهم وليس يمكن لهم الحكم. الدين شيء والحكم شيء. بس انتبه على هذه القضية. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. الذي ارتضى لهم. أحسنت. ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا. أحسنت. الآن ما هو الدين الذي ارتضاه ومتى ارتضاه؟ اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم اليوم أتممت عليكم نعمتي. شلون هي الآية؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت نحن عندنا في حادثة الغدير، في بعد أن نصب رسول الله أمير المؤمنين. المهم أنا الآن ليس غرضي من إيراد الآيات أن أقول انسى أنه الشيعة يقولون أنها الخلافة لأمير المؤمنين علي. أولا جاي أثبت لك أنه في القرآن أكو استخلاف إلهي وأكو ولاية إلهية وأكو إمامة هدى. بل جميل. أكو إمامتان، إمامة هدى أئمة يهدون بأمرنا، وأكو إمامة تدعو إلى النار. هاي إمامة الشيطانية ما لنا علاقة فيها. نعم. جيد. جميل. أنت استحضرت الآن كل الأدلة على أنه بالقرآن موجودة الإمامة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإحنا اتفقنا أن الولاية لله وللرسول ولاية مطلقة. نعم. إذن أكو مجموعة من الذين آمنوا قرنهم الله بالله والرسول وأعطاهم ولايته المطلقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا ما راح أستدل لك الإمام علي كان راكع ولا لا. أنا أقول هنالك مجموعة من الذين آمنوا لهم نفس مقام الله والرسول في الولاية. جميل. أيضا قوله تعالى إن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هاي أمر مباشر وواضح. هذه بعض الآيات التي نحن نستدل على وجود الإمامة فيها في القرآن. وأعتقد لا يوجد مسلم يقول هنالك خلافة وولاية وإمامة في هذه من هذه الآيات. بل بن لا أنا تمام. جميل لحد الآن الاستدلال جميل. إذا إحنا الآن روح إلى ما تريد. في مفهوم عام الآن فينا أنه في مفهوم عام بالقرآن لازم يكون في ولاية ويكون في استخلاف من الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض. وهذه سنته أنه في خليفة، في إمام، في كذا وإلى آخره. جميل. نستطرق لأحد الأدلة من هذه الآيات، مثل لما الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هذه الآية شلون بدك تطبقها؟ ليستخلفنهم، بس كلمة يستخلفنهم مثلا على أئمة أهل البيت، شلون بدك تنزلها عليهم؟ موضوع الاستخلاف. جميل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن لنفترض أن هذه الآية نازلة في الصحابة. نعم. جميل. على حسب قول بعض أهل السنة. أنا عندي بأبو بكر مثلا. أحسنت. طيب الله قال للذين آمنوا، وين بقية الصحابة؟ مثل أبو بكر وعمر وعثمان هم آمنوا فاستخلفهم الله. يا أخي بس 3. وجيوا جيوشهم اللي فتحت، مو إنه المقصد. لا الاستخلاف. احنا الله قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. منكم أي اللي منكم كانوا مع منكم النبي. هنا تبعيضية ولا بيانية مثل ما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ لا أنا نقدر نفهمها. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، تيجي بيانية أيضا. بيانية يعني مو تبعيضية. أحسن. ليش؟ لا أقول لك ليش إنه مو تبعيضية بيانية. إنه الله يقصد سبحانه وتعالى المسلمين اللي آمنوا مع النبي بهذيك الفترة، اللي هم أنتم اللي آمنتم بالنبي
الله راح يستخلفكم بلا الأرض كما استخلف اللي قبلكم. كأنه داعي يبشرهم. يستخلفهم ببعضهم ولا كلهم؟ من قبل الاستخلاف هنا الله سبحانه وتعالى انه راح يكون حدا منكم خليفة والثاني جيوش جميل تقتل والى اخره كما فعلوا جميل الصحابة. جميل. أنا هذا الذي أردت أن أصل إليه أخي محمد حتى نعم تفهم الفكرة مقدما. نعم لا يجب، لأن أنا سوف أذكر أقول لك يعني أخذ الحكم علي عليه السلام والإمام الحسن، وثم ستكون للإمام المهدي، والشيعة يؤمنون نعم في الرجعة سوف يرجع علي عليه السلام. وهذا موضوع الرجعة موضوع مستقل نتكلم نعم فيه اي بغض موضوع اخر النظر صحيح. بغض النظر أنت تؤمن به أو لا. لكن أيضا في الرجعة نؤمن أن رسول الله والأئمة قد يرجعون، وأيضا يمتعون في أنهم يحكمون في دولة العدل الإلهية الأخيرة. ما نعم عندنا أي إشكالية. لكن في قبل الرجعة بدون الرجعة ايه نؤمن أن 3 من أئمة آل البيت مكنوا من الحكم، وهذا هم مين يمثلون هم؟ بقية الأئمة، علي عليه السلام والحسن الحسين. والمهدي. الإمام المهدي. نعم المهدي صلوات الله وسلامه عليه نعم موعودين به كل المسلمين، نعم يؤمنون أن المهدي من آل محمد من عترة من ولد فاطمة. نعم طيب الآن إن قال قائل إنه طيب هذول مو كل الأئمة، نقول أيضا ليس كل الصحابة حكموا، نعم. والله قال وعد الله الذين آمنوا لا منكم وعملوا جميل. الصالحات. استشكال هنا مو على مسألة كل الصحابة، استشكالي هنا على المدة اللي حكموا فيها، مثل العلي والحسين. ليش كانت مدة مثلا انه الباقي مثلا جو اول شيء الصحابة ابو بكر عمر عثمان، بعدين جاء معاوية، بعدين الامويين، بعدين كذا والى اخره. انه الله سبحانه وتعالى وعده هذا وعد عام، كأنه وعد قوي، وعد الله الذين آمنوا. ليش انه علي والحسن برغم انه الله وعد قوي بالقرآن ما حكموا الا قليل، والمهدي بعدين لسه لا يحكم؟ انه جميل كأنه الوعد تحسه ناقص مثلا اذا طبقناه. جميل جميل. م. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، صح؟ صح. الله لما جعل إبراهيم خليفة هل حكم إبراهيم ولا كان يحكم النمرود؟ النمرود. لما جعل موسى وأخوه أئمة فرعون. حكموا ولا فرعون؟ طيب نعم. لما جعل رسول الله إماما حكم نعم. رسول الله ولا أبو سفيان وأبو جهل وأبو حكم لهب؟ رسول الله قبل أن يذهب إلى قبل المدينة. كانوا لا، ما كان النبي حاكم. إذن مدة الحكم، طبعا رسول الله أقصر واحد حكم يعني ربما، لأنه حكم من السنة 13 أو 14 للهجرة. نعم. 13 لا هو حكم من للهجرة. 1 هجري لما راح ما هناك كان صار ما كان خليفة. حاكم. كان حاكم على المدينة. إذا قلت أحسن، شوف من 1 للهجرة على المدينة، صح؟ ايه من هجر على المدينة حتى 13 توفى. وقبلها ما كان حاكم. يعني قصدك يعني من 1 للبعثة؟ آه قصدك من 1 للبعثة أنت ولا 1 هجري؟ اي من لا من 1 للبعثة. اي من 1 للبعثة بعثة لل 13 هذه ما أيوة. حكمها، بعدين حكم طيب 10 سنين ليش بالمدينة. الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ليستخلفنهم؟ ليش أخذ الوقت الأكثر بأنه النبي مستضعف والصحابة مستضعفين، والوقت الأقل النبي حكم؟ حتى يعني حكم النبي كان جزئي بالمناسبة، يعني حكم بس المدينة، وما كان يستطيع أن يدخل إلى مكة إلا بمعاهدة، ورد يعني كانت معاهدة جائرة كما يقولون. النبي تنازل فيها تنازلات كبيرة، وبالنهاية حتى الجزيرة العربية ما قدر يحكمها كلها. جميل. بس هذه الآية كانت تخاطب الصحابة، يعني هل يشمل النبي بهذه الآية؟ يعني مثلا لما الله يعني وعد الله الذين آمنوا منكم. أيوة. أنتم اللي اتبعتم النبي الله وعدكم. أيوة. وأنتم اللي تعملوا الصالحات راح يستخلفكم بالأرض، يعني كأنه كلام جميل. الله على بعد النبي. جميل جميل. والآية التي على الأنبياء شو هي الآية؟ أعطينا يعني نشوف قبلها وبعدها. لا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الاستخلاف للرسل، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أمر قاطع. نعم. إيه. شوف في شوف في نعم. شوف قبل هذا
قبل لا تذهب إلى هذه، شوف ماذا يقول القرطبي في هذه قبل لا يقول هذه الآية أصلا. يقول وقيل إنه نعم. وجميع أهل التأويل قال في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم عليه السلام وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره لأنه أول رسول إلى الأرض. يعني الله يقصد بإني جعل في الأرض خليفة أولا الأنبياء والرسل، وبالتبع من يخلفهم من أوصيائهم وخلفائهم. فلماذا النبي لم يكن يحكم من بداية الأمر، مع أنه هذا أمر قاطع في أنه شنو؟ على آية إني جاعل أنت تتكلم، مو تفسير القرطبي إني جاعل. احنا نتكلم كل الآيات التي وعد الله فيها. إذا الرسل وعدوا وجعلوا، مو بس جعل، الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، ثم ما استطاع الأنبياء كلهم أن يكونوا خلفاء، لأنه يقول القرطبي يقول هنا لأنه هو الذي يطبق أحكامه. وين هي؟ في إمضاء أحكامه وأوامره في الأرض. نعم. طيب جميل. احنا اذا بدنا نفهم هذه الايه لانه راح يصير فصل اجباري، واذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه يقصد عن ادم. هذه ايه مستقله من حيث الدلاله اللي احنا قاعد نتكلم فيها. لا بس المفهوم. هو في الارض اني جاعل في الارض خليفه، يعني ممكن يكون في الارض خليفه في وقت وما في الارض خليفه في وقت اخر، لان هاي الايه تقرا. ايه ممكن يكون، نعم، انه بعد لانه الله قاعد يتكلم على ادم هنا في هذه الايه، راح يجعل طيب فيه خليفه. وماذا عن وهو الذي جعلكم خلائف في الارض؟ ايه جعلكم خلائف هنا لها معنى اخر. جعلكم خلائف، من المخاطب اولا وبالذات خلائف بالقران؟ من هو المخاطب هنا؟ جعلكم اولا. ايه اولا النبي عليه الصلاه والسلام. احسنت. اذا هذه الايه جعلكم خلائف، وهذه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض اولا وبالذات تخاطب رسول الله. الا ايه بس خلائف قد تكون كفار ايضا مو مسلمين. احسنت. الا لا مو شوف، الله خلق الارض للكفار ولا للمسلمين؟ خلقها الاثنين. لا يا اخي، الله سبحانه وتعالى قال اني جاعل في الارض خليفه. نعم. هذا الخليفه الذي جعله في الارض اولا كان مسلم ولا غير مسلم؟ كان مسلم بس بعدين كفروا. ما لا يبي الذي بعدين كفروا. الناس تعمل ما تشاء، يعني الله جعل يعني جميل انه الله خلق الارض لاجل الخليفه اللي نعم. هو آدم. هو الذي سخر لكم كل شيء قطعا. او ليش ما خلق الارض وادم كان عنده منصب فخري من الله اللي هو خليفه مثلا، انه خلق الارض لغايه اخرى وادم دا يحقق هذه الغايه اللي الله خلق فيها الارض. لا، هو اصلا هو الله يقول وهو الذي سخر لكم كل شيء او كل ما في الارض، في ايات كثيره في القران الكريم. جميل. طيب آية هو الذي جعلكم خلائف في الارض فكفر عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين. فاذا في خلائف كفار. لا مو خلائف. الله يجعلكم خلائف مؤمنين، بعدين انتم تتركون وتروحون. هذا مشكلتكم. يعني الاصل الايمان، وفمن كفر فعليه كفره، مثل ابن ادم. ابن ادم الله جعله في الارض مؤمنا ام كافرا بدايه؟ جعله في الارض مؤمنا. احسنت. هو راح كفر، شو نسوي له؟ هذا مو معناته طيب. ان الله خلقها شنو جميل بالاصل خلائف. هذا اذا اخذنا على مفهومك ليش ما نقول الخلاف هو الذي جعلكم خلائف في الارض؟ خلائف يعني خلائف ايش يعني؟ امه بعد تجي امه بعد تجي مجموعه أمة. اي بس هذه الامم من يقودها بالاول بالاساس؟ في كفار. لا، يقود الامم بالاساس من الله ماذا اراد في الاساس؟ أراد أن يقود كل أمة أنبياؤها الإمام. أنبياء. إيه نعم. خلاص. فإذا جعلكم خلائف في الأرض، هذه أصلا مقصود بها الخلفاء الصالحين. وكتبنا من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض إيش؟ يرثها عباد الصالحين. خلصنا. الأرض هي للعباد الصالحين سواء، لكن الكافر قد يتسلط. ليش؟ لأن رب العالمين جعل قوانين ونواميس طبيعية مو إجبارية. ويقدر رب العالمين يقدر رب العالمين يجبر الكفار كلهم على أنه إيش يصيروا مؤمنين غصبا عنهم بالإجبار. طيب بس ما سوى.
طيب جميل. هنا في سؤال، لما الله قال أئمة الكفر، لطالما في أئمة إيمان في أئمة كفر، في خليفة مؤمن وفي خلائف كفار وفي خلائف أنا مسلمين. معك، لكن الخليفة الذي بأمر الله من هو؟ اللي الخليفة بأمر الله بده يكون مؤمن إجباري، اللي بأمر الله. والمش مؤمن هذا بيكون من وين إجا؟ لا، مو هو نصب حاله والناس نصبوه. أحسنت. إحنا هذا أصل كل شيء عندنا. نحن نقول هنالك إمامتان، إمامة إلهية هي نعم. بأمر الله، وإمامة بشرية شيطانية تدعو إلى النار، هذه من الناس. هذا هو كل الحكاية. جميل. طيب الإمامة اللي تكون من الشيطان إلى آخره، نقول إحنا نستطيع عن طريق العقل نميزها، لأنه الله وضع شريعة، فعن طريق الاستنباط نقدر نميزها. طيب الإمامة الربانية اللي الله ذكرها أنا أسميها بخط العريض على الإمامة والخليفة إلى آخره. الخط العريض اللي الله سبحانه وتعالى ذكره، وين الخط الرفيع اللي عن علي بن أبي طالب؟ وين إمامة جميل. علي بن أبي طالب مثلا بالقرآن؟ هسه اتفقنا على هيك. اتفقنا الخط العريض هو أنه الإمامة الإلهية تكون بأمر من الله إيه؟ ولهداية الناس، صح؟ نعم نعم. جميل. طبعا وهذا مو بس كلامي، لأن في البخاري يقول ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ولا استخلف من نعم. الله يستخلف خليفة إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة سوء إلى آخره. نعم. إيه؟ أما الخط الرفيع اللي هو تقصده الكلام في المصادق. إيه؟ فأولا لم يشترط لا الشيعة ولا السنة في الدلالة على عقائدهم ومصادق وفروع عقائدهم أن تكون تفاصيلها مذكورة في القرآن. تتفق معي؟ نعم. إيه؟ لا جميل. ما اتفق. حسب. لا. مثلا خلينا نضرب مثال. بمثال الإيمان بالأنبياء. نعم. هل ذكر كل الأنبياء في القرآن لا، بس بأسمائهم؟ بجملتهم. إيه؟ الله ذكر لازم نؤمن بالأنبياء ككل، بس ما ذكر تفاصيلهم. أحسن. من يذكر التفاصيل قد تذكرها السنة وقد لا تذكرها. نعم. منهم من قصصنا عليك ومنهم إيه؟ من لم نقصص. بس إيمان الكامل بالأنبياء يعوض اللي ما ذكرهم الله، لأنه أنا حتى لا أنا مؤمن باللي ذكروا واللي ما ذكروا. أحسنت. أنا الآن يأتيني رب العالمين يقول هنالك عندي أناس سميتهم أنبياء وأعطيتهم هداية البشر وكذا، يجب عليك أن تؤمن بهم. لم يذكر لي اسم ولا واحد. نعم. يجب علي الإيمان؟ إيه؟ لا لازم تؤمن فيهم كلهم. إيه؟ أحسن، بارك الله فيك. أيضا مرة أنا أذكر نقطتين حتى نرسخ المعلومة. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث إلى العالمين جميعا وبعث في مكة، هل ذكر الله في آية ما في الفترة المكية اسمه صلى الله عليه وآله؟ اسم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن؟ نعم، في القرآن في الفترة المكية لأهل مكة حتى يقول لهم يعني هذا ذكر نبيكم. يا أيها المزمل والمدثر، يعني القاب النبي. بالله عليك الآن لو جئت لواحد غير مسلم تدعوه للإسلام، إيه؟ لنفترض أنه في الزمن المكي، نعم. في أول 13 سنة، وأنت إيه؟ تقول له الدليل على نبوة محمد يا أيها المزمل. نعم. يقول لك شو وين الدليل أن هذا محمد بن عبد الله؟ لا الدليل هنا الكافر تختلف المصادق والأدلة، وشفنا نثبت وجود الله بعدين نثبت إنه في رسل وكذا. لا هو مؤمن. لا نفترض احنا نتكلم على مؤمنين. أحسن. ما هم كيف آمنوا؟ من هو؟ احنا ما نستطيع يعرفون. نسأل سؤال: من هو المزمل اللي ذكره الله بالقرآن؟ إذا من خارج القرآن تذكر الاسم. أذكر الاسم من خارج القرآن لأنه له دليل من داخل القرآن. يعني في عندنا صفة أحسن. يعني نفس الطريقة التي تكلمنا فيها قبل قليل، أكو إمامة، أكو هداية، أكو لا يختلف. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أنا أقول لك ليش. يختلف. ثواني بس حتى نتفق. الآن اتفقنا أن النبي في فترة مكة ما في آية ولا آية تذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم كاسمه. كل الآيات كاسمه. أنه هو محمد رسول الله. ما في. اتفقنا. طيب كيف أقيمت الحجة على أهل مكة في العصر المكي؟ على نزلت عليه يا أيها المزمل ويا أيها المدثر.
يعني مثل هذه الألقاب اللي ذكرت يعني عن النبي. بالعلامات والإشارات. إيه لا مو جاء العلامات إشارة، أنا أعطيك، لا لحظة أعطيك مثال. يلا تفضل. بين اللي ذكرتهم، الله لما ذكر الإمامة وإلى آخره، النبي يعني هنا إذا جاء واحد وقال إنه الإمامة وإلى آخره، تمام، وين الله إنه ذكر إنه على شخص محدد مثلا؟ تمام، بده يذكر إنه الله قال عن إمام محدد مثلا فيقول هذا أنا. جميل. أما المزمل الله ذكره بالخط الرفيع مو بالعريض، مثلا يا مزملين أو إن المزملون كذا، قال يا لا أيها ما المزمل. يا أخي احنا هسه لو يأتي واحد من أهل مكة نعم. من دون، شوف احنا في ايش نتكلم يا اخي ابو جبل حتى الناس تفهم. نعم. الان موضع النزاع في هذه القضية، موضوع النزاع ان يكون نص صريح فيه حجية على اسم المقصود بالإمامة او النبوة، صح. نعم. جميل. الآن أهل مكة لو فرضنا أن النبي ما جاء ويعرفون محمد بن عبد الله، وهي شوف القضية أنت ما تستطيع تفصلها عن بعضها. هم لو لم يكونوا يعرفونه أنه محمد الصادق الأمين لما اختاره الله. الله ما يقدر يجيب لهم واحد أعرابي مستدرج يقول لهم أنا رسولكم. لازم يبعث منهم رسولا من أنفسكم. طيب، فأنت ما تقدر تفصل هذه الأمور، ولكن على نظرية من يقول يجب أن يكون هنالك صريح بالاسم في القرآن حتى يكون حجة. هل فعلا هذا القول صحيح وهذا القول حجة؟ لا. جميل. أنا فهمت عليك. فإذا النبي محمد لم في مكة، لو أتيت واحد من أهل مكة وقلت له هذه آية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أو يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول لك هذا المدثر منه؟ شو قصته هذا؟ مين هو؟ النبي يقول أنا. أحسنت. النبي محمد المعروف لهم يقول أنا. اللي أقام عليهم معجزة شق القمر ومعجزة طيب جميل حلو، استدلالك جميل وشرحك. طيب إذا أضرب مثل ما أنت ذكرت المثال، لما الله قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب هنا لما تنزل هاي في مدينة بعدين في المدينة لما يجي المشرك ويقول الله قال يا أيها النبي، ما ذكر اسمك يا محمد، ما يقدر يستشكل من نفس أحسنت. نقول له احنا كمسلمين ما عندنا ولا آية فيها اسم محمد في مكة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معروف، هو الذي أتاهم قال أنا محمد بن عبد الله الذي تعرفونني، لو أتيتكم وقلت لكم أن العدو قد أتاكم ليغزوكم هل تصدقونني؟ قالوا بلى. لو فعلت كذا؟ قالوا بلى. قال فأنا نذير الله إليكم وأرسلنا الله بهذا القرآن وهو من الله وهو معجزتي، ومن يستطيع منكم أن يأتي بمثله فليأتي، وهذه معجزتي الأخرى، وأشار إلى القمر وشقه. احنا جميل. دليلنا ليس القرآن فقط. جميل. راح أوافقك بشرط، بنقطة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام أنت قلت بفترة من الفترات ما ذكر، صح؟ اسمه. جيد. نعم. بعدين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن اسمه ولا لا؟ لما قال محمد رسول الله والذين معه. بعدين صار معروف لهم وكذا، وهذا أمر راجع إلى الله يعني يذكره. جميل. فإذا بالقرآن بالفترة بعدين الله ذكر اسمه. طيب إنه علي ولا بفترة ذكر إنه أبدا خالص. هسه شوف قد يأتيك شيعي ويخالفك يقول لك والله أنا عندي آية وحديث تقول أن علي عليه السلام ذكر. شو هي الآية؟ وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وذكر الشيخ الصدوق بسند صحيح عن أهل البيت أن علي يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه هو لسان صدق الأنبياء ووارثهم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. جميل. وهو دعوة إبراهيم أيضا الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين. الشيعي يقدر يجاوبك، ولكن لا لحظة هنا في نقطة. هديك محمد رسول الله مبين اسم، هنا جعلنا لهم لسان صدق علي، حتى هذه ما تخدم الإمامة. وين إنه لا احنا شوف انا قلت لك لا، مو صفة. اللسان ما يوصف بالعلي. ممكن تعطيني باللغة العربية ان اللسان يوصف بالعلي؟ نعت. اعطيني مثال لسان صدق علي. ايوه اعطيني. لا عفوا الصدق صفة نعت للصدق، انه هذا الصدق علي.
كيف لسان صدق. يعني؟ اي لحظة، لسان كيف صدق يعني الصدق عليا. يوصف بالعلو؟ كيف؟ هذا الصدق عليا. يعني أنا أستطيع أن ايش؟ أعرضها دقيقة، ايه؟ خلينا نعرض الآية. حاول، نعرضها. بس هذا هو. شوف حتى ما يروح بحث، خليها هذه نعم. الآية في تمام. مخزونك تمام. البحثي وابحث عنها. تمام. اسمعني. أكمل. نرجع إلى وين؟ إيه. أنا طبعا تأخرت على الإخوان حتى نسألهم. طيب شوف، آه، طلعت نعت والله مثل ما قلت لك، طلعت نعت للسان. إيه، بس هذا خاطئ. تعرف ليش؟ ليش؟ لأنه تفضل. أنا أعرف هذا قول عالم قال نعت للسان لأنهم تورطوا فيها. بس إيه. حاول أنت إيه. تعطيني مثال باللغة العربية من نعم. غير هذه الآية. لأن دائما الآيات القرآنية لما يقرؤونها يقول نعم وهذا صحيح والعرب تستخدم كذا. مثلا أعطيك نعم. مثال. إيه. يوم يكشف عن ساق. نعم. وين احنا نروح؟ والروح لكي الساق. إيه، لا بس وين نروح حتى نفهم الوهابيين بأنه الساق يا مو ساق الشداء الله؟ على في حديث في نتكلم قول لابن عباس نتكلم ابن عباس وشعر العرب وقول وكشفت العرب. الحرب عن ساقها والى اخره. تفضل نعم. انت اعطيني في لسان العرب انهم يقولون عن اللسان علي. إيه. وفي أيضا كلمات كثير بالقرآن مثلا ما يقولون للكتاب له يد. فهمت علي؟ الله قال مثلا لا يأتيه الباطل من بين يديه. أيضا في أمثلة كثير الله ذكرها ما ذكروها الغرب لا خالص. شوف يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما يقول انهم اذا استغفروا الله سوف ياكلون من فوقهم ومن تحت ارجلهم هذه مو إيه. يعني هاي مجازيه، اي من ان إيه. الله يكثر عليهم الخيرات، لانك انت يعني ما وأيضا في شيء. مجازي، أيضا تجي هذا له معنى ظاهري مجازي مثلا تقدر اي تاخذه. الان اريد ارجع الى النقطه المهمه حتى ما يروح نعم. الالزام اللي نعم. فيها. نعم. الان تفضل. اتفقنا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر نعم. في القران في مكه وكان نعم. حجه. نعم. فاذا حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. نعم. هل المسلمون او الله سبحانه؟ إذا تطابقت من حيث كله أكمل. إذا لا تطابق يعني كله. حكم الامثال احنا جاي ندعي امامه لرسول الله وامامه نعم. لعلي. نعم. هذا هو الامثال. مو يعني انه هو يعني شوف بعض الناس يروح لك بالتدقيق انه هو افضل الخلق وهو ما اعرف انه هو افضل من محمد. لا احنا الامام نعم. علي آه. انزل درجة من النبي نعم. في كل الاوقات، لكن نعم. من حيث امامته هو كنفس رسول الله، انفسنا وانفسكم. نعم. الله سبحانه وتعالى جعله نفس رسول الله. ليش؟ في الحجية على الخلق، في هداية الخلق، وفي تصديق القرآن. لأن النبي لما أراد أن يصدق كل القرآن والإسلام أخذ علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام، نعم. فقال هؤلاء هم الصادقين الذين أثبت بهم صدق رسالتي. فهو شنو؟ كرسول الله. الآن هل اشترط المسلمون، يعني مثلا أضرب لك مثال، أهل المدينة لو أن الله سبحانه وتعالى حذف سورة اسمها محمد، حذف آية ما محمد إلا رسول قد خلت كم مرة ذكر رسول الله؟ محمد رسول الله والذين معه. محمد رسول الله. كلمة محمد ولا رسول الله؟ محمد يعني الاسم. اسم كم مرة محمد ذكر 3 مرات يمكن أو 4. محمد رسول الله 4 والذين معه بما نزل على محمد ومحمد رسول الله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول. أحسن 4. لو أن الله سبحانه وتعالى استثنى هذه الآيات نعم. نعم. ولم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان المسلمون سيحتجون؟ واصل الله بنفس الطريقة مزمل مدثر نبي نعم. رسول ما أعرف نعم. شنو وليكم أولى بكم من أنفسكم، ما ذكر اسم النبي محمد. هل ستنقص حجية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ما خلص. أهلا بالوفاق. إذن نحن الشيعة نقول اسمعني. نحن الشيعة نقول والسنة أيضا يقولون بل السلفية الوهابية. أنا عندي قول لابن عثيمين هذه من الأمور الجامعة بين المسلمين كلهم، أن حجية السنة كحجية القرآن، لا فرق بين لا فرق بين حجية السنة وحجية القرآن إذا ثبتت طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يذكر في السنة هو حجة في العقائد والأحكام، في الأصول والفروع، إذا ثبت عن النبي.
الآن بغض النظر عن لسان صدق علي نعم والإمام، وإحنا ما ندعي أن أسماء الأئمة يجب أن تذكر في القرآن. نعم القرآن أتانا بآيات تكلمت عن الإمامة والولاية والاستخلاف، ووعد الله ليستخلفن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخره. هاي كلها آيات للمسلمين. أكو آيات تذكر في سياق الأنبياء السابقين تدل على الإمامة العامة، مثل ما ذكر القرطبي يا داود إنا جعلناك خليفة وإلى آخره. وأكو آيات مختصة بالمسلمين. صحيح. الله ذكر 3 جهات عند المسلمين يجب اتباعها: نعم. الله، الرسول، أولي الأمر. نعم ولاية أمر وخلافة وإمامة واضحة. نعم الآن تنازعت أنا وياك، نعم هذه ولاية الأمر وهذه الإمامة لمن؟ التي اتفقت وياك أنها موجودة في القرآن. وين أروح؟ لا أنا كنت بدي أقول لك أولي الأمر أيضا غدا في أسئلة لازم نناقشها. إيه موضوع آخر، هذا موضوع أولي الأمر. بس الآن أنا أتكلم في العموميات. الآن تتفق معي أن آية أولي الأمر تدل على أن هنالك ولاية أمر للمسلمين، يعني إمامة خلافة؟ أولي الأمر إيه نعم بمفهومي يعني. بمفهومك، أنا ما علي مواصفات. نعم. أولي الأمر نشوف منكم، السني. بس أنا أخذها بشكل أعم أيضا. أولي الأمر يعني كل إنسان على جماعة ولي أمر، مو شرط يكون خليفة. إيه بس من أعلى مصداق له؟ النبي والذي يخلفه، صح؟ الإمامة العظمى نعم. اللي هي عند نعم. السنة. أنا ما عندي مشكلة. أنا ولي أمر عائلتي، صح ولا لا؟ نعم صح. أنت ولي أمر مثلا اللي في الشغل تحتك أو نعم. العمال اللي تحتك. نعم. ما عندي مشكلة. العالم قد يكون ولي أمر القرية نعم. أو البلد، ما عندي مشكلة. إيه بس عندي إياه غير أكو الرسول. ولاية، بس أكو بالآية. ولاية أمر، اسمعني، أكو ولاية أمر عظمى قرنت بالرسول. نعم. وبالله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. المصداق الأعظم لها هي خلافة الرسول عند المسلمين جميعا يعني. لهذا ماذا قالوا خلافة نيابة عن رسول الله في شؤون الدين والدنيا. جميل. فإذا أنا الآن وإياك، أنت قلت هذا الخليفة يا أبو بكر نصبه الناس، اختاروه الناس. أنا قلت لا يا عزيزي، أنه الذي يختار الخليفة لدينه هو من؟ هو الذي أرسل رسوله بالدين. يعني الدين كله لله وليس فيه شيء من الناس. فنرجع إلى الرسول فنجد ولي الأمر في هذه الآية يقول: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه فمن كنت مولاه فعلي مولاه وإني تارك فيكم خليفتين. هذا بعجالة والتفصيل في الأدلة التفصيلية. لكن هكذا كيف نستدل نقطة نقطة من القرآن؟ الإمامة العامة، الإمامة الخاصة اللي سميتها أنت الخط الرفيع. نعم. إشكالية عدم ذكر الاسم في القرآن حليناها. أيضا التنازع في من هم أولي الأمر يرجع فيه إلى الله وإلى الرسول. والرسول ما نص على أبي بكر، نص على علي عليه السلام. والأحاديث كثيرة. جميل. هو في إشكالات كثيرة، بس ولكن غدا مشان ما نطول الوقت حاليا. انت براحتك. الاخوان اللي يقولون احنا مستانسين، اذا تريد تكمل اكمل. لا مشان الشحن عندي، لا عندي اشكالات ثانيه راح اطرحها غدا. وفي ايضا سؤال جاوبني عليه غدا على مساله انه اولي الامر ليش الله سبحانه وتعالى جوابه غدا انه قال ان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول اذا كانوا هم العتره. لانه شلون نرد على الرسول؟ راح نرد على العتره اذا نفترض الايه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول والعتره او وآل البيت، واذا تنازعتم انتم وآل البيت ردوا الى الله والرسول. جوابها سهل، باختصار التفصيل غدا. ليه؟ لانه انا وياك الان الحجه علي وعليك معا. كما بينت لك من قول امير المؤمنين: الرد الى الله الى محكم القران، والرد الى السنه والرد الى الرسول السنه الجامعه. انا وياك متفقين على هذه الجهتين ولا لا؟ اي نعم طبعا. طيب انا وياك الان متفقين على حجيه اهل البيت ولا مختلفين؟ اي لا ما متفقين. ما متفقين. انا علي اذا قال قول ما ناخذ بيه. لا يا عزيزي، يعتبر دليل. لا يا عزيزي، لا انت متوهم. انت متفق
أن عليا عليه السلام قوله حجة في كل شيء في الدين حتى لو عارضه أبو بكر وعمر؟ لا، هنا لا يختلف. إذا في إذا معارضة لا في الأسوأ. لا، إذا لسنا متفقين. فالله أرجعنا إلى الجهتين التشريعيتين التي لا يمكن أن يعني نناقشهم. جميل، يعني إنه إذا مثلا علي قال قول وافقناه وقال قول آخر خالفناه، هنا لازم نرجع للقرآن والسنة مشان نشوف قول علي صح ولا غلط. لا يا أخي، هنا معناها قبل أن تعرف من هو ولي الأمر. الله ما يقول لك أطع ولي الأمر بشرط أن يكون صح. الآن الله أرجع إلى الجهة التشريعية التي تحدد لك النزاع في كل شيء، تحكم في النزاع. وفي كل شيء الله يقول فإن تنازعتم في شيء. هنا تنوين التنكير والتنكير إذا أتى في سياق يعني إيش؟ يعني تفيد العموم. أي شيء. أحسن. أي شيء تشمل من هو الخليفة ولا ما تشمل؟ في الخلافة، إنه النزاع ممكن يكون في الخلافة، في الخلافة وفي اسم الخليفة. نعم، يشمل أي شيء. طيب الرسول هو الذي يجب أن يحكم. علي ما يقدر يقول لك الآن. راح أضرب لك مثال في النبي حتى تفهم أكثر. الآن النبي لما قال أنا نبي، الناس صدقتها لأنه قال أنا نبي أو احتكم إلى جهة أخرى وهي المعجزة؟ لا، في احتكام لأشياء كثيرة. الله في آية أخرى قال فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ليش ما قال إلى الله والرسول؟ فحكمه في آية قال فحكمه إلى الله فقط، الله مو بدون الرسول. يقصد فيها القرآن. فحكمه إلى الله يعني إنه إذا اختلفتم في شيء يعني إنه إلى القرآن. وفي آية ثانية والآية تكمل بعضها، الآيات مصادق بعض. وفي آية ثالثة تقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إلى الرسول معناه هنا شلون بدها تصير حجي؟ كل آية بدك تعرف سبب نزولها ولماذا قيلت حتى تعرف. هذيك الآية اللي ذكرتها يمكن صار نزاع ما هو ديني إلى الرسول وأولي الأمر، ما عاد أذكر سبب النزول. ممكن هذيك صارت بسبب الشجار اللي صار بين الصحابة. هل أنت تقول بأن الآيات تخصص بسبب النزول يعني فقط وما تفهم لا أنا أرى وفي كثير من العلماء يعني قالوا هذا القول. سبب النزول يقدر يخصص لك المعاني للآية ويقدر يجمعك مع آيات أخرى. فهمت علي؟ مثلا سبب النزول يقدر يخليك تقرن آية مع آية ويقدر يخليك تفك ارتباط آية عن آية. فسبب النزول تشوفه مهم جدا. طيب ما جميل. طيب ما هو بالمناسبة أنت تقدر تراجع تفسير الميزان لهذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هو يبين أنه هذه لا تكون إلا للخلافة الكبرى والعظمى. يعني راجعوا شرحه جميل. شو هي يستدل استدلالات جميلة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ردوه دقيقة ردوه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. القضية قضية اتباع ودين. قضية اتباع ودين مو قضية دنيوية وفقط وكذا. جميل. شفت انه هذه الآية لما قلت لك يمكن هي مو مسألة دينية. شفت انه جاهم عدو. لا، اتباع دين اخي. هذا اتبعتم الشيطان. الله يجعل الشيطان مقابل الله سبحانه وتعالى. اقصد انه ما فيها احكام هذه الآية عن احكام انه نعم لانه كنت حافظ سبب نزولها انه لما بس بالمناسبة كيف الله سبحانه وتعالى يرجع الى جهة غير شرعية في أي شيء من الدين؟ الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والدليل أنها جهة دينية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن مع أولي الأمر في هذه الآية. جميل. تمام. بس خليني أجاوبك على الآية الأولى. معنى كلام الله هنا، شوف مو قلت لك لازم تعرف سبب النزول حتى تقدر تخصص. معنى كلام الله إنه في منافقين
كل ما يجي مثلا او يصير شيء مثلا بلبله صغيره، المنافقين يكبرونها، وجاء العدو جاء كذا، فالله يطلب من المؤمنين اذا انتم سمعتم اي اشاعه او كذا انه كفار هجموا او غيره، فورا ردوا الى الرسول او اولي الامر منكم، اللي يجوز عينهم النبي عليه الصلاه والسلام مثلا بسريه كان بجيش، النبي حط عليها قائد، فجو منافقين مثل غزوه احد قالوا كذا وكذا وما نقدر الى اخره، فالنبي حاط قائد على السريه، رد الامر للقائد قل له كذا او ردوا الى الرسول. يعني هكذا ومن تفهم الآية. أطاع أميري اي اطاعني. خلاص. إذا شوف شوف أخي محمد، نعم. أنت يجب عليك أن تنظر إلى الأمر بشمولية أكثر. ليش؟ نعم. لأن أنت الآن شنو قلت المنافقين والعدو والهجوم، هذه كلها شؤون من شؤون النبي أولا. نعم. نعم. يعني هذه ما يمكن أن تترك لبشر عادي، ولهذا قال الرسول وأولي الأمر منهم. بالمناسبة شايف حديث طب اولي بريدة الامر مين الذي هنا بالايه؟ من هو انتم من هو عندكم، ولي المؤمنين في حياة النبي؟ يعني عندكم اياها اولي الامر علي بهذه الايه؟ نحن مو بهذه الآية. لا لا، شوف، بهذه الايه اريد. اي وأولي الأمر السيد الطبطبائي لما يشرحها شو يقول يقول؟ هذا، يقول هذه في الأئمة عليهم السلام. ارجع إلي، أنا لا، هو أتذكر الله قاعد مر يتكلم عليها. عن حاله زمنيه ما كانوا الائمه موجودين. مصداقهم موجود عليه السلام. أنت تعرف الوحيد الذي له ولاية مع النبي في حياة النبي هو علي عليه لا. السلام. طيب جميل، اذا جاهم امر من الامن والخوف، هذه الايه اقدر اضبطها الان؟ مثلا اذا الان قالوا انه في غزو امريكا على العراق، شلون بدي اردها الى الرسول؟ طيب الرسول ما موجود صح؟ صح. انه شلون بدي اعرف انه في غزو ولا مو غزو؟ جميل. انت راح تتورط كسني، انا ليه؟ كشيعي ما راح اتورط. اه. تعرف ليش؟ ليه؟ لان انا عندي من ائمتي عليهم السلام مم. قالوا لي، جعلوا لي حكام شرعيين، مثل ما انت الان قلت من اطاع اميري فقد اطاعني. انا اه. قال لي الامام المعصوم ارجع الى هذا اللي في الصوره، وانت راجع اه. لي. اه. انت راجع لي اذا رجعت الى هذا، طب اني جميل، جعلته اللي حاكما عليكم. نفترض هذا اللي بالصورة سألته كولي أمر، تمام؟ طيب إذا بدك تردوا إلى الرسول شلون؟ هو اللي لا شوف، في وجود الحاكم الشرعي المفروض فيه أن يكون هو الذي يعلم الحلال والحرام والأحكام، ما أنازع. الإمام الباقر يقول كيف يأمر الله بطاعتهم ثم يرخص في منازعتهم. آه. إذا قال لي هذا الولي الأمر الذي أنا أطيعه بإذن الله ورسوله هو الإمام، نعم. الآن الرسول قال لي من عليك فلان، مم. ولي أمر، نعم. راح أطيعه. ليش؟ مو لأنه فقط يعني معصوم وكذا، لأن الرسول المفروض ما يجعل علي شخص غير متفقه في الدين. جميل، فأنا أنا أوافقك بهذه النقطة. أنا قصدي إنه مثلا صار في غزو الآن على لبنان، تمام؟ ورحت سألت اللي بالصورة، تمام؟ إنه هل في كذا، هو يطمنك أنه قائد وعظيم إلى آخره. أقصد إنه هذه الآية ما راح تزبط بزمننا هذه، إذا هذه الآية مخصصة لزمنهم، إنه إذا صار شيء. لا يا أخي أنا في زمني هذا، ها إيه؟ في زمني هذا أنا ضبطت لي هذه، لأن في 2014 لما اجوا رقم 11 للعراق من اللي إيه؟ تصرف؟ السيستاني ونزل فتوى. ايه، إيه؟ فادتني ولا ما فادتني؟ فادتك بولي الأمر الآية. أقصد الرسول، شو بدنا نردها على الرسول ما هو بهذه ولي الآية؟ الامر هو الذي اعطاني حكم الرسول. افهم يا اخي العزيز، احنا عندنا ولاية الامر في الامام المعصوم تعني انه هو يعلم كل سنة رسول الله، وولاية الامر في المرجع يعني هو المرجع الاعلى الذي يعرف. يعني احنا السيستاني مو شخص عادي، عندنا السيستاني هو اعلم العلماء، يعني اعلم الاحياء من مرجعية. العلماء، مرجعيه دينيه، إيه؟ إيه؟ اعلم العلماء الشيعه كلهم. في العالم الان كلهم. آه. يعني آه. يجب ان يعرف كل الاحكام جميل. الشرعيه سؤال أيوب، ها التي. انتخاب يعني هذا اختيار من عندكم ولا شلون صار هو أعلم؟ لا بلكي واحد درس المرجعيه، صار أعلم منه. اي من يصير اعلم منه ذا ثبت. شوف اخي، إيه؟ عندنا نحن
المرجعية أولا توفيق إلهي، يعني المرجعية العامة مو الخاصة. عندنا نوعان من المرجعية. نعم مرة يأتي الإمام يقول فلان ابن فلان وكيلي، نعم هذا مرجعية خاصة، نعم وكالة خاصة. هذا النوع من المرجعيات انتهى ببداية الغيبة الكبرى للإمام، جميل حيث أن الإمام قال بعد ماكو، أنت يا فلان ابن فلان أنت آخر وكلاء الخاصين. وبعدها إيش قال الإمام، سواء الإمام المهدي أو الإمام الصادق عليه السلام، في رواية قال من كان من رواة حديثنا يعلم حلالنا وحرامنا وأحكامنا فإني جعلته حاكما عليكم. نعم ورواية مفصلة كثيرة. الآن هذا الذي يعلم الحلال والحرام والأحكام، هذا يعطيني كل الأحكام الشرعية وذمتي تبرأ كما لو الرسول كان، يعني لأن الرسول ميت. شوف نعم أنا دائما أستشكل على أهل السنة. نعم الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، صح؟ نعم صحيح. بعض السنة يفهمها أنه ماكو حجة بعد بشرية، يعني ماكو حجة من إلا الرسل، إلا صح؟ الرسول. إيه. هذا خطأ الفهم. ليش؟ لأن هم يعتقدون بحجية العلماء وولاة الأمر وإلى آخره، ولكن مش مشكلة. نعم أنا ألزمهم بهذا الفهم، أن ما في حجة غير الرسل. أقول لهم اليوم أنا موجود والرسول مش موجود، إذا ما في حجة علي، إذا يجوز لي أن بس في أفعل فرق. ما أريد في الدين. بس في فرق. شلون هم تجاوب على هذا؟ جميل. لا، هم حجية العلماء عندهم السنة بشكل عام ما هي مقطوع بها. فهمت علي؟ هذا اللي وصل اجتهادهم إليه. دائما إذا حتى تلاحظ إنه عندهم القرآن، حتى القرآن ما مقطوع فيه. من حيث يعني من حيث الدلالة ولا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة المفهومية. الآن أنا لو أجيب لك آية صار لنا ساعتين نتناقش في من هم إيه أولي صح الأمر. صح. إيه نعم. إيه من حيث للقرآن دلالته كلها أوجه. للقرآن مقطوع به دلالة، نعم إلا طبعا آيات محكمة مثل أقول شوف الإحكام المحكم هو في المفهوم. نعم. دائما الآيات المحكمة تكون تعطي مفاهيم مثل محكمة. آتوا الزكاة. أحسن، آتوا الزكاة، يعني في شيء اسمه زكاة، بدك أنتم تدفع. عليكم بدكم تدفعوا. وبعدين أنا أروح للرسول أقول له يا رسول الله إيش يعني زكاة؟ يقول لي 40 في ما أعرف شنو، 40 في كذا، صح ولا لا؟ نعم يفصل لي. أقيموا الصلاة، أعرف شيء في اسمه صلاة، وهذا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في شيء اسمه ولاية أمر المسلمين لمن تكون الرسول عليه أن يبينها لي، وبينها لي عند الشيعة قال علي بن أبي طالب. عند السنة قالوا لا ما بينها. جميل. بس لأنه راح يفصل شحني، شو قلت لي اسمه اللي فسر في موضوع سيد الطبطبائي تفسير الميزان. دقيقة. تفسير الميزان. بس دقيقة بالله، بس خلينا تفسير الميزان، اكتب. بأي آية كانت الاستخلاف؟ لا، في هو في كل الآيات التي تتكلم عن الولاية تستطيع تراجع. لا قلت لي ذكر أدلة جميلة وكذا واستقصى. في آية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يستدل فيها على أنها في الأئمة. هذا علي الدر شيخنا صاحبنا لو الثاني. لو ردوه إلى الرسول. الميزان بآية الطبطبائي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. رسول إلى الأمر منكم. بنفس يعني هو بنفس، ما في داعي الصفحة وكذا، بنفس الآية ألاقيها الكلام هذا. نعم، بس اكتب في جوجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم تفسير الميزان راح تطلع لك. قلت لي في كتاب إنه آل البيت كل شيء هم كل الحلول عند آل الرسول. هسه هذا العنوان أنا عجبني. المؤلف أظنه أحد المتشيعين. تقدر شيعي ولا متشيع؟ متشيع. من وين هو؟ بس خلينا أطلع لك اسمه، أنا ما أتذكره، بس أنا شايف العنوان كل الحلول عند آل الرسول. محمد التيجاني السماوي. نعم التيجاني التونسي والمغربي. عرفته. نعم. هذا يبالغ شوي يا أخي. بس نشوف المهم هذا كتاب. هذا هو تشيع. كتاب. هذا تشيع أكثر من الشيعة بالمرة بالغ. لا، في تشيع الإنسان أحيانا
يعني إذا إحنا ما نسمي، أنا ما أقدر أسمي تشيع، في شيء اسمه ترفض بعض الأشياء، إنه الكذا، إنه مسائل صارت كذا، موقفك أكيد يكون علي مع علي، مثل حادثة علي ومعاوية، بدك تكون مع علي. كذا مسألة يزيد أكيد هو شخص ليس جيد. مسألة موضوع معاوية، موضوع كذا، في أشياء هذه لابد، بس في ناس تبالغ لشدة يا أخي، المبالغة ما أعرف، أحسها مو ما تنفع. لا، انت لما نشوف، انت لما تعرف الحق يا ابو جبل، يعني مثلا الان انت لما اذا اكتشفت انت شخصيا، خلينا نعم. نتكلم بكل صراحه، آه. لو اكتشفت شخصيا ان امير المؤمنين عليه السلام واهل البيت هم اولي الامر في هذه الايه، انت من الله وان طاعتهم مثل ما قلنا اولى أكيد بالمؤمنين راح من أقول انفسهم. أي نعم، راح أترك كل ما عليه وأقول إنهم آل البيت هذا ولا. هو هو هذا احنا يعني عندنا شيء في آية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم نعم. لا يجدوا في في أنفسهم أنفسهم حرجا حرجا ويسلموا مما ما قضيت قضيت. نعم، ويسلموا ويسلموا تسليما. تسليما. نعم. يقول في آية أخرى، أكو آية عن أنه لا يكون مؤمن، اللي ينازع الرسول ما يكون مؤمن، ذكرني فيها. عرفته بس نسيته والله. اللهم عرفته. صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تتكلم عن أن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من إذا قضى الله أمرهم. ورسوله أن يكون لهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولهذا أخي شوف، اكو آية جميلة جدا في القرآن، أنا أعرف طولت عليك بس خليها، هذه نعم. في طاعة الله إن شاء الله لحد ما ينفصل إيه. عندك الشحن. إيه. الله يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قضية، يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. في رزية الخميس النبي أراد أن يطبق لك عمليا هذه الآية. كل الصحابة قال لهم: تعالوا إذا تريدون تهتدوا هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. طبعا إلا علي مستثنى. ليش؟ لأن علي هو رمز الهداية، قال: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وأهل بيتي، كما في صحيح مسلم. أهل البيت هم رمز الهداية، والصحابة كلهم مدعوون أن يقتدوا بهم وأن يهتدوا بهم. ليش؟ لأن قال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده وأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فهنا أخي، هنا القضية واضحة. رسول الله من أول يوم وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخر حياته ينادي بها ويرسخها بعدة وجوه، يرسخها عند المسلمين. ولهذا أنا ما ألوم أمثال التيجان السماوي، لأنه التيجان السماوي تشيع يمكن عمره 20 30 40 سنة، قال لك أنا ضيعت 40 سنة من عمري يضحكون علي، مثلا هو يقول يضحكون علي أو غشونا أو كذا أو كذا. بعض المتشيعين يقولون هكذا، أنا ما سامحها من التيجان السماوي. ولكن بعض المتشيعين يقول إحنا سنوات طويلة ولم نعرف الحقيقة، الآن نريد أن نظهر الولاء لأهل البيت وكذا وكذا وإلى آخره. طيب هو ما راح يتغير عليه اللي راح يتشيع غير إنه يظهر الولاء، بس إنه يعلن لا إنه يعني شوف، لا إحنا عندنا أخذ الدين من أهل البيت، المرجعية الدينية ممن تأخذ دينك. هي هاي يعني يجب عليك المشكلة هذه أيضا من نناقشها بحث طويل، إنه شو بدك أنت تعرف. لا أنت ذكرت، أنا كنت اللي سمعتك. أنا سمعتك لما قلت للأخ أبو قائد أنه إحنا علماءنا قالوا ما ثبت عن أهل البيت. هذا شو بده يثبت عندي؟ هذا كنت أنت ما مطلوب تأخذ من كتب السنة. أنت تعرف أهل السنة دينهم تكون في ظل الدولة الأموية والعباسية، وكلهم معادين لأهل البيت، قتلوا كل أئمة أهل البيت. أنت إذا عرفت أن الحجة عليكم أهل بيت رسول الله فتأخذ منهم ومن ثقاتهم شيعتهم. أنت ما تأخذ أحكام أهل السنة على رجال الشيعة، مع أن رجال الشيعة موجودين في كتب السنة بالمناسبة. كبار رجال الشيعة: معاوية بن عمار الدهني، أبان بن تغلب، كبار رجال الشيعة اللي هم من كبار رواتنا موجودين، ثقاتنا موجودين في صحاح السنة، صحيح البخاري ومسلم وغيره. لكن ما تقدر تحكم على
رواياتنا من خلال أحكام أهل السنة، لأنه المفروض أنت عرفت أنه أهل السنة مو هم على الحق، وتبين لك أن أهل البيت يجب أن يتبعوا أهل الحق. فمن الذي ذكر؟ ابن تيمية نفسيته لما أراد أن يعرف رأي جعفر الصادق في قضية الطلاق، تعرف من وين أخذه؟ من الشيعة أخذها. أخذ من كتب الشيعة، قال من الكتب الموسوي والمفيد والطوسي. قال إنه مو ضروري إنه الفقه كله عند الشيعة يكون غلط، يعني قد نتوافق بالحق ليبرر الموضوع. مو بس هيك شيء، لا قال أغلب ما في كتب الشيعة بالفقه يوافق جمهور ما عند المسلمين، والغالب عليه الصدق للكذب. نعم فيه مواضع هي فيها كذب، وما ما في شيعي ولا سني يقول كل كتبي صحيحة. يعني هذه ضروري، ولكن هو قال الغالب عليه الصدق وليس الكذب. وكذلك ابن القيم كررها وقال إني وجدته بالسند المتصل عندهم. إذا بده ينفع التشيع شيء، هو تشيع الناس في زمن ذاك الزمن، في زمن الحسين، في زمن الباقر الصادق وإلى آخره. يا أخي في الزمن هذا ما أحس في تغيير. تشيع الناس. ثواني تشيع الناس في زمن الحسين خلى الحسين تقصد تشيع أهل السنة للحسين ولأهل البيت؟ السنة إنه يا أخي ما خلوه ينقتل. ثواني تشيع السنة للحسين خلوه سلموه لأهل العراق وخلوه ينقتل، ما نصروا؟ لا إنه في ذاك الزمن لو إنه مثلا جيش الشام وإلى آخره، إنه في أقسام كبيرة مثلا آلاف مؤلفة. أيضا الجيش ترى قليل. جيش الحسين أنت تقول أهل كان البيت ذاك كانوا نفعت موجودين بالمرحلة هذيك، بس الآن بالمرحلة هذه ما هم موجودين. ما هذه سنة، هذه سنة الله في الأرض أخي، أن الناس الله يرسل الأنبياء والأولياء، والناس بعضهم شوف لما أرسل شنو اسمه عليه السلام، طالوت. لا إبراهيم أبو الأنبياء. تعرف إيش قال بعدين؟ تعرف إيش قال عنه؟ قال فما آمن له إلا لوط. صح. نبي كبير عظيم. لا أنا ما أقصد هذه. لا ما فهمتني. أقول إنه بهذا الزمن حاليا خلي واحد يتشيع، نجيب أي واحد تشيع تمام، إنه شو رح يختلف عليه بحياته اليومية؟ بالآن بالزمن هذا الاختلاف عليه ما رح يجري كثير. رح يصلي يصوم يزكي. سواء لا راح يختلف عليك كثير. مثلا أنت كمفوض الآن راح تبطل تكون مفوض. لا التفويض أسلم، هذه مستحيلة. مو أنت تقول أسلم، بس إذا ثبت لك الدليل أن أهل البيت هم الحجة عليك، ويقول لك لا مو هو الأسلم. يعني أنت مقتنع بقول الأشاعرة إذا صاروا الأشاعرة. لا هو المشكلة مو مذهب الأشاعرة، التفويض بعد البحث حقيقة. يعني هو الصحابة اللي بعدهم اللي ما أنا أفهم عليك. مثلا لو أنا الله شوف لو أنا الله سبحانه وتعالى مثلا ما بعث محمدا وأنا كنت في ذاك الزمان، فأنظر لو كنت عاقل من العقلاء مثل ما كان كثير من الناس موجودين، يعني بعض الناس خلينا نقول بعض الناس موجودين وكانوا على الحنيفية، فأقول الحنيفية هي الأسلم. هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تبحث لو كنت عاقل، الله يعلمنا ترى في قصة إبراهيم يعلمك كيف تكون إنسان عاقل، تدبر وتكون عاقل. فأنت الآن لأن ما وصلتك الحجة إنه أهل البيت يجب هم الذين تأخذ منهم دينك، إحنا ترى كل هذا الكلام مو لأن نريد نخلي علي حاكم خليفة بمعنى حاكم دنيوي، لا، هاي المعركة العلمية والفكرية كلها حتى أنت بالنهاية ممن يجب عليك أن تأخذ دينك، ودينك بكل قسميه العقائدي اللي هو توحيد وما توحيد، والفقهي اللي هو صلاة وصوم وزكاة وكذا، لكي تعبد الله كما أراد الله وليس كما أراد الآخرون. جميل. عقائدي. شو أكثر كتاب عندكم يحوي مسألة الصفات؟ أحاديث أقوال آل البيت بالصفات أو بالعقيدة، بس مو العقيدة إنه بشكل عام الأئمة وآل البيت وكذا وإنه الولاية، إنه بس موضوع الصفات والأسماء والتنزيه
مثلا؟ في كثير كتب يمكنك أنت تقرأها. أنا عندي كتاب أحبه شخصيا شو هو؟ لآية الله ناصر مكارم الشيرازي، اسمه أسماء الله وصفاته. إذا تحب أنا عندي هذا ما موجود على النت، راح أهديك إياه ابعث لي إياه. هدية. راح آه. أبعث لك إياه على التليجرام. تليجرامي نفسي إيه، حاج أيوب دقيقة، بالإنجليزي اللي هذا اسمه، خليني تضيفني أكتبه. باسمي اللي أكلم معه. حاج، دقيقة، حاج. لا هذا ضيف اسمي هنا وكلمني. النفس اللي بدها تكلمني منه الآن. HAJJ_AYUB، اللي هو بس على التليجرام تلقى صورة السيد حسن. اكتب لي قول أنا فلان، فراح إن شاء الله أحول لك الملف PDF أسماء الله وصفات. طبعا لا، عندنا توحيد الصدوق، عندنا في الكافي كتاب الأول جزئين من الكافي، كتاب التوحيد الجزء الأول موجود في الكافي، الصفات والأسماء اللي حاورك بها قبل قليل أبو قائد هو إيه. من الجزء الأول من الكافي. إذا تريد بروايات أهل البيت إيه. اذهب إلى الكافي، أيضا الكافي الجزء الأول، لأن هذا كتاب عالم مال اسماء الله قريت الكافي وصفاته. الجزء الأول، بيه كثير النجوم والكذا، وفيه روايات ما تدخل العقل يا أخي. ما اترك روح لكتاب الأسماء، باب الأسماء والصفات. أنت مو تريد هذا؟ باب الأسماء والصفات. وفي إيه إنه أنت أول يا إنه أبو الله خلق جبل. نورهم وكذا وقبل السماوات وكذا. اترك نورهم، وهذا انت لا هذا. انت مثلا الان تريد تقرا لك كتاب، موضوع في كتاب، إيه. تروح للفهرس تقرا الفهرس، ها، نعم. وتروح تشوف موضوعك في اي مكان. هسه انت آه. اذا تريد تقرا الكتاب كامل اهلا وسهلا، لا لا، بس تريد بلشت إنه مثلا أقرأ فيه، بس إنه أول شيء وشفت وكذا نور، حسيت. شفت نورهم وكذا، خفت وشرد. ايه، وكمان انه تركت، انه قلت كثير فيه ضعيف يعني، بس ما اعرف انه فيه هسه انت كثير منيح، او اذا لا فيه جيد او لا صحيح. يا ما اخي، اعرف ولا ما. موجود. شوف اسمع يعني عندك هو مو نفس البخاري، ما يعني انه شلون بدي اقول لك، يعني هو فيه ضعيف هو ولا أصح انه من اصح؟ البخاري، هو أصح من البخاري. شوف بس أنت اصح شوف، فيه هكذا احاديث، طيب شلون بده واحد يفهمني؟ أنت شو عرفك يا حديث صحيح ويا حديث ضعيف؟ غير لازم ترجع ما لأهل ما العلم في الحكم. يعني شلون بدي اقول لك طريقة يعني تحس انه عقليا ما تقبل، انه طيب في أنا شيء مبالغ لما فيه. لحظة بس، ثواني، أنا إيه. لما أقول لك رجل بلعه الحوت وظل ما إيه. أعرف كم شهر في بطن الحوت وبعدين طلع إيه. سالم، إيه. هذا يستقبل العقل؟ لا لا، هذه معجزة، هذه معجزات خلاص انبياء. بقى، أنت لما تقول لي نورهم لا لا، أنا أقصد الله. الخط بعيد عن القرآن، الخط اللي دا لا يكتب فيه بالعكس، السياق ما هو موجود بالقرآن، يعني ما في شيء لا قريب بالعكس عليه. أخي بالعكس. يعني شوف أعطيك مثال على أيوه. هيك، إنه بين لك أهمية آل البيت آباو، يعني إنه أفضل من الأنبياء، بمعنى في رواية إنه أفضل من كل شيء وإلى آخره. المقصد إنه لو في طيب تلميح بالقرآن على الشيء هذا مثلا، موجود. إنه الله بسم الله ذكر الرحمن كل الرحيم. الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنفسنا وأنفسكم، هنا رسول الله وجعل شخص كنفسه. والصحابي سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم يقول أخرج علي والحسن والحسين وفاطمة عليها السلام، وعليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله السلام والتحية، أخرجهم لكي يباهل بهم. طبعا الإمام عليه السلام يستدل يقول أشرف الأنفس نفس رسول الله، فمن قرن به يجب أن يكون أفضل الخلق. وابن تيمية له كلام عجيب، راح أعطيك مصدر، اكتب منهاج السنة جزء 7 صفحة 28، أعتقد هكذا، 7 صفحة 28. يقول من كان أشبه بالنبي فهو الأفضل ويجب أن يكون هو خليفته، مضمون كلامه استدلال ابن تيمية.
أنت تقول ليش في القرآن ما موجود أنهم أفضل من الأنبياء وكذا؟ لأنهم نفس رسول الله، ورسول الله أفضل الخلق، فوجب أن يكونوا أفضل من الأنبياء. لا، لما مثلا قصة موسى يا رب دخيلك، حتى المن والسلوى وحطة وكذا، انه احيانا يتشوش العقل للامانة يعني. أنت تريد تقول ليش لما ذكر تفاصيل، يعني الله ايه، ده سبحانه يذكر وتعالى. تفاصيل الله كثيرة يعني، كثيرة طيب حطة وكذا يقول. أخي الفاضل، أنا راح أسألك سؤال نعم بالمناسبة يعني. نعم الله ذكر المن والسلوى، وفي الحيوانات ذكر نعم، النملة، وذكر ما أعرف أجلك حمار الله وغيره الكلب وكلب وكذا. والحمار والخنزير. ليش ما قال يا أيها المسلمون ولي أمركم من بعدي أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي خلفاء لانه احنا عندنا راشدون في اياها، الله 30 تركها سنة؟ شورى، تركها شورى، يعني انه احنا كيف نختار. لحظة، كيف يعني؟ طيب ليش ما طيب أنا راح لو انه أغير السؤال. ذكروا ما كان صار خلاف. ليش ما قال الله يا أيها المسلمون بعد رسولكم ولاية أمركم شورى؟ يعني قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر في منكم. شورى، قالت شورى، ما لا، قالها قال وامركم شورى أمرهم. بينكم. أمرهم بعد أمرهم هاي هي المشكلة، انه انا اقول الله سبحانه وتعالى لما يسكت عن شيء، هذه هي انه اقول الله سكت عن ما بعد النبي. هذه هي هذا نظرتي إذا اصلا. وافقناك، أنه سكت. ولكن إحنا إيش سوينا؟ إحنا م- رحنا للقرآن، استدلينا على وجود الإمامة م- العامة، م- ولكن الإمامة اللي أنت سميتها الخط الرفيع م. والتفاصيل والأسماء، أنت قلت النبي ما قالها. يعني الآن أنت نقضت غزلك بعدما لا، مو أقريت النبي ما قال، بوجود. الله ما ذكرها الخط الرفيع، ده اقول لك ذكر إذا بالخط إذا إذا العريض الله اصل إذا الامامة. الله إذا الله جعل لنا شو؟ جعل إيه؟ لنا دين ناقص وقرآن ناقص. ليش؟ إيه؟ ليش؟ هاي قل لي ناقص ليش؟ متى؟ اذا كان كلامك صحيح. لا، ما أنت وافقتني أنه آيات في القرآن تقر أن الله جعل الخليفة، جعل بقول لك أئمة يهدون هذه بأمرها. هذه واضحة، الله ذكرها انه الخليفة اي بشكل طيب، عام الله من يجيب هم؟ انا امة. اريد اعرفهم، ما كنت ذكرت لك مفهومي، قلت لك الخلائف في كفار وفي مؤمنين وفي لا، موسى وعيسى اي من هم المؤمنين؟ شوف وكذا، انا وفي مثلا انبياء وفي غير انبياء راح وفي اعطيك مثال. صالحين. راح اعطيك إيه. مثال اليوم. ابو جبل. نعم نعم، ظل ابو 2%. ابو قول. اوكي، ابو بكر اختاروه بالشورى، صح؟ صح. الان هذه الشورى ممكن يكون 2 أو 3 من اعضائها ممن حاول اغتيال النبي في العقبة. ممكن يكونوا. طيب يا اخي، ممكن. كيف انا تريدني اخذ ديني من أناس قد يكونوا حاولوا اغتيال النبي في العقبة واختاروا لي خليفة رسول الله الذي لا، ينوب عنه في شؤون الدين؟ غلط، غلط انها تحكى بهذه السياق. انا اقول لك بسياق ثاني ليش؟ تحكى انه اجمعوا المؤمنين على ما خلافة ابو بكر، أجمعوا. وفي منهم منافقين والى اخره. يا أخي ما أجمعوا. أنت تتذكرني من كنت أحاور عندك، صار لي 3 سنوات ايه. أطالب ما نعم. هي الثالثة. نريد عفوا أعطوني 5 أسماء بايعوا أبو بكر في السقيفة. وين نجمع؟ جميل. دقيقة، بيعة أبو لحظة. بكر عقدت بس بعمر، الله لا، وكيل. خلع معناه بدنا نستدل عقلا. دقيقة. اجى عمر حط يا ايده أخي بايد ابو بكر أيوه وبايعوا، تمام، والمؤمنين أيوه الثانيين شلون ما بايعوا؟ طيب يا شلون أخي، هو ما أنا حكم؟ ذكرت لك أنه اعترضوا في البخاري، قال قتلتم سعدا، قال قتل الله سعدا. قالوا لا نبايع إلا عليا جميل. عند ابن الأثير وعند الطبري. حلو. سعد من بن هو عبادة جيش علي ابو ما بكر بايع. اللي رد على هذول اللي قالوا هذا بني الكلام؟ أسلم. بدنا علي وكذا. بني بني أسلم. اسلم. ومين غيرهم؟ مم. قبيلة بني أسلم قبيلة قوية وشديدة، في حدا والمسلمين في غيرهم؟ مكة ما كانوا من معهم من جماعة أبو بكر جميل. الذين جماعة ابو بكر الذين في منهم من ذكرهم. الصحابة؟ اي صحابه. يعني انه مثلا كم عددهم انت تتوقع هيك حسب يعني قراءتك اللي وقفوا مع ابو انا بكر؟ يا اخي شوف، كم صحابي؟ ابو بكر كما قال عمر في تفسير الطبري: ما ايقنت بالنصر حتى دخلت اسلم المدينه. من دخلت آه. اسلم المدينه سدوا طرقات المدينه، كانوا مسيطرين بالقوه على الجميع. لما ذهب الى السقيفه واخذهم معه، واخذ عمر وابو عبيده الجراح وفلان وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان، وتكلم مع الأنصار، قالوا لا نبايع إلا عليا. سعد بن عبادة رفض، داسوا عليه. عمر قال هات يدك أبايعك، كما
في الحديث 6830 من البخاري. آه. الآن عقدت بيعة أبو بكر برجل واحد. نعم. السقيفة هؤلاء الصحابة الأنصار كانوا مستضعفين. لحظة، هات يدك وبايعك، وبعدين العالم بايعت كلها ما قعدوا. عمي أنا البيعة عقدت بس بعمر. لحظة، عمر قال له هات يدك وبايعك، تمام؟ اي عمر فقط. وأسلم بايعت. اي يا اخي اسلم. هم انت تعرف من هم اسلم؟ مين؟ قبيلة اسلم هم اللي بعث لهم النبي المسلمين يحاربوهم في ذات السلاسل. قبيلة منافقة ما لها دخل في الاسلام، حلف قريشي قديم. انت شو يعني انت اما منافق طيب او جميل، لم تدخل في الاسلام. جميل. طب سؤال هنا، سؤال خلينا بدنا عقليا اجباري النقطة. راح يطفى التليفون على موضوع طيب إنه ليش الصحابة ما قتلوهم. انه اي في عدد الصحابة آلاف واسلم نقول 1000 2000 3، انه لازم كثير. لا، اهل المدينة شوف، اهل المدينة في زمن الرسول لا يتجاوزون 600 700 800 واحد، او خلي يقتلون نفسهم 2000 شخص. لا واسلم. يتجاوزون، لان اسلم 4000 مقاتل جابهم. طيب خلينا غدا نكمل ان شاء الله بهذا الموضوع. خلاص، شكرا لك ابو جبل، شرفتنا حبيبي اليوم. حياك.